اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تخيل تكون ملعون بان كل اللي بيكونوا حواليك بيموتوا وتدخل زنزانه وكل اللي حواليك فعلا يموتوا، بس انت عندك قدره سرقه القدرات وتقدر تسرق كل قدراتهم وبعدها انت كمان تموت. يا دي النحس. فالمهم بقى ابن المنحوسه ده لحظه شديد بيرجع بالزمن ب1000 قدره. بص هو مش 1000 قوي، هم 421 بس سرق قدرات بقى وحرفيا هيجيبهم. فتتوقع بقى اللي هيحصل. القصه دي جمدان يا جدعان وانا اضمن لكم ذلك، فجهز نفسك واللايك ويلا بينا. بتبدأ حكايتنا عند بوابة زنزانة وبنشوف فريق الصيادين متجمعين قدامه، ومن ضمنهم بطلنا سيو كانغا، واللي بيكون زعلان لأنه لوحده بسبب ضعفه، لأن من 5 سنين من بعد يوم الصحوة اتحددت مستويات الأفراد بشكل عشوائي حسب قدراتهم، بس هو كان قدر وحش. بعدها بنلاقي واحد راح يكلمه وبيقول له انت شكلك ليك خبره في الموضوع، لكن دي اول مره انضم فيها الغاره وانا متوتر بصراحه، لكني مبسوط ان اخيرا هقدر اقاتل. بس بنلاقي سيو كانغا مش بيكون عايز يتكلم معاه، وفي نفس الوقت بنلاقي ناس بتنادي على الشخص ده وبنلاقيهم بيقولوا له خلي بالك اللي كنت واقف معاه ده يبقى سيو كانغا. فبنلاقيه بيصدم وبيكون خايف جدا لان سيو كانغا طالع عليه سمعه وحشه جدا وبيتقال انه منحوس، ده غير ان زمايله اللي بيدخلوا معاه الغاره بيموتوا بسبب حظه الوحش. بس بنلاقي سيو كانغا بيقول الاشاعات دي انتشرت بسبب قدرتي، وبنعرف انه في المستوى الثالث ومعاه قدرتين، اول واحده هي رؤيه القدر والثانيه هي مهاره سرقه القدرات، والمهاره دي في العالم ده بتخليه يقدر يستخرج القدرات من اي جثه ميته وياخدها لنفسه، بس بيكون ليها عواقب. وبنلاقيه بيقول لنفسه الاشاعات اللي طالعه عليا ان كل اللي بيكونوا معايا حظهم بيكون وحش دي حقيقه، باين ان حظ الوحش بيأثر على اللي حواليا. وبنعرف ان القدرات متقسمه ل5 رتبات، الرتبه الاولى هي الرتبه السماويه، بعدها رتبه التنين ورتبه الشبح ورتبه البشر، اما اخر رتبه هي رتبه الحشرات. وكل رتبه بتتقسم ل3 درجات، اولى وثانيه وثالثه، وبطلنا بقى في الدرجه الثالثه من رتبه الحشرات، او بمعنى تاني اقل رتبه موجوده. واللي بيقول لنفسه انا ما اقدرش اقتل اي مستيقظ تاني، وكمان في قيود عليا لو استخدمت القوه بتاعتي، عمري ما قتلت حد ولا طلعت قدره من جثه حد ميت. وفي نفس الوقت بنلاقي واحده بتجيله وبنعرف ان اسمها يون وانها في الرتبه السماويه ومنضمه لطائفه النمر المحلق. وبنلاقيها بتقول له قاعد لوحدك كده ليه؟ النهارده في عشاء جماعي بعد الغاره. وبنلاقي واحد اسمه جانغا ورتبته بتكون رتبه الشبح الدرجه الثانيه، وبيكون برضه من طائفه النمر المحلق. وبنلاقيه بيقول انت ما جيتش المره اللي فاتت، لازم تيجي المره دي. بس بنلاقيه بيرد بيقول لا معلش انا مكسل مش هقدر اروح، لكن سبب الحقيقي انه مش عايز يروح هو ان عشان الكل هيتجاهله. فبنلاقيهم بتقول له يا ترى بتتكلم بجد ولا عشان الاغبياء اللي بيخافوا من وجودك؟ قول لي هم مين. بس بنلاقيه بيقول لها هو انت عارفه ان اكبر منك ب10 سنين صح؟ فبنلاقيها بترد وبتقول له بس انا اقوى منك، تعالى بس كده وعايز اشوف ذكر فيهم يتنمر عليك. بس في واحد بيكون اسمه هيون ورتبته بتكون رتبه البشر الدرجه الثانيه، وبرضه بيكون من نفس الطائفه. المهم اللي بينادي على هيون وجانغا واللي بيقول لهم المهم خلاص هتبداوا تروحوا على مكانكم. فبنلاقيهم بيمشوا، بس بنلاقي كانغا بيقول له انهم هيستنوا النهارده. وبعدها بيروح هيون لبطلنا وبنلاقيه بيقول له خلي بالك من نفسك. فبيقول له سيو كانغا ما تقلقش الخطر على الصفوف الاماميه انما انا ورا. بس بنلاقي هيون بيقول له بس انا برضه قلقان عليك لاني مش جنبك. فبيشكروا سيو على اهتمامه واحنا هنسميه سيو خلاص. المهم بنلاقي سيو برضه كان بيتمنى انه يقدر يقاتل جنب هيون، وبعدها بيتم اعلان بدء مهمه اباده العالم الشيطاني. بس بنلاقي سيو بيقول لنفسه انا دوب اتخلص من بقايا الشيطان وانا ورا، بس لازم اعمل شغل كويس على الاقل. وبعدها بنلاقيهم بيدخلوا للزنزانه، ولما بيظهر وحش الرتبه العاليه بنلاقيهم يطلبوا المجموعه الاماميه ان هم يدخلوا والمجموعات الخلفيه تفضل عند البوابه. وبعدها بنلاقي الصيادين بينزلوا على الوحوش وبيدمروهم، وبنلاقيهم بيطلبوا من المجموعات الاماميه ان هم يتجاهلوا الوحوش منخفضه الرتبه عشان يسيبوها للي وراهم. بس بعد فتره بنلاقي سو بيكون مرهق جدا وبنلاقيه بيقول لنفسه دول كتير جدا وكمان مش قادر اتنفس لاني دخلت لعمق كبير بسبب الطاقه الشيطانيه، لازم اطلع من هنا بسرعه. بس قبل ما يتحرك بنلاقي شيطان بيهجم عليه، بس قبل ما يخلص عليه بنلاقي سيدة طائفة النمر المحلق بتنقذه، واللي بنعرف ان اسمها شين سو اللي من الرتبة السماوية من الدرجة الثالثة. بس فجأة بنسمع صياح في الزنزانة لأن الزعيم ظهر بدري جدا عن ميعاده، فبنلاقيهم بيطلبوا من الصيادين اللي معاهم قدرة النار ان هم يتقدموا. بس فجأة بنلاقي واحدة بتقسم الزعيم نصين لوحدها وبنلاقيها بتقول فين سيو؟ فبيستغربوا الكل وبنلاقيهم بيقولوا لها انت مين؟ وبنلاقي سيو يقول لنفسه هي ازاي خلصت على الزعيم بضربه واحده لوحدها وليه بتدور عليا؟ فبنلاقي الست دي خلصت على صيادين كتير بضربه واحده، وبنلاقيها بتقول هستغل سمعه سيو وهخلص عليكم كلكم. فبيقرر سيو انه يستخدم قدره رؤيه القدر، وبيعرف ان هي من الدرجه السماويه وان اسمها يونغا، بس بيكون مصيرها محمي وعندها قدره العوده، والمهاره دي بتخليها قادره ترجع بالزمن وتفضل محتفظه بذكرياتها، وممكن تستخدم المهاره دي لو ماتت. فبنلاقي سو بيقول لنفسه انا هنزل اشوفها ممكن تكون عايزه حاجه مني. بس بنلاقي شين بيتكلموا بالتخاطر وبنلاقيها بتقول له ما تتحركش وخليك مكانك، وبنلاقيها بتقفل عليه عشان تحميه، فبيعرف ان الخروج خطر على حياته. وبنلاقي شين بتقول ليونغا مالكيش دعوه بيه وكلميني انا،
بس يونغ بتخلص الموضوع مع الصيادين وبيلاقيها بتقول انا مش هيهمني لو خلصت على كل اللي موجودين لان كده كده هو وسطهم وهيموت. فبتتعصب شين وبيلاقيها بتهجم عليها، بس ميليسيو بيقول لنفسه دي بتدور عليا انا، لازم اطلع لها قبل ما يفوت الاوان. والكل بيكون خايف، بس ميليون بتقول انا هسيبكم لو سلمتهولي. بس ميليشين بتقول لها انها مش هتسمح لها تقرب من حد فيهم، بس ميليون بتضربها وقدرت تصيبها وكانت هتخلص عليها. فبيهجم عليها الصيادين عشان ينقذوا شين، لكن محدش كان قادر يلمسها بسبب قوتها الكبيره. بعدها بنرجع لسيو وبيليه بيقطع في الجذور اللي حواليه عشان يطلع، لكن لما طلع لقى جثث كتير قوي حواليه وبيلاقي يونغ جايه في اتجاهه. فبيلاقيه بيقول لنفسه الاوان فات، انا اللي كان المفروض اموت مش هما. بس يونغ بتقول له اكيد انت سيو، وكانت هتخلص عليه. بس ميليشين هجمت عليها وبتقول لها ما تقربيش منه. بس ميليون بتقول لها انها مش فاهمه هي بتدافع عنه ليه، وانه لو مات كان زمان كل الصيادين لسه عايشين. وبيلاقيها بتضربها بالسيف، بس ميليشين بتقول وهي مصابه انا هحمي سيو مهما حصل لان ده واجبي. وبيلاقيها بتقول لسيو يهرب، بس هو كان هيبكي. وميليه بيقول كل اللي هنا ماتوا وانا الحشره الوحيد اللي لسه عايش، مع ان المفروض هم اللي يعيشوا وانا اللي اموت. حتى شين ماتت، بس النظام بيحدد وفيات كتير في المكان حواليه. وبيليه بيقول له هل تريد استخدام قدره سرقه القدرات؟ فبيوافق سيو. وبيليه النظام بيقول له يوجد 421 جثه، من تريد ان تسرق قدراته؟ فبيلاقي سيو بيقول انه هياخد قدراتهم كلهم. بعدها بيتم التحقق من نظام سرقه القدرات، لكن مش بيقدر ياخد كل القدرات بسبب مستواه المنخفض. فبيليه بيكتسب شويه مانا عشان يقدر يسرق قدراتهم، وبياخد مهاره الازهار المائيه ومهاره التوحش والمقاومه الاجرائيه وعضلات تيان وانفجار الرعد. بس بيليه بيجلد نفسه وهو بيفتكر الناس اللي ماتت. وبيليه بيقول انا كان المفروض اتقبل نفسي زي ما هي لولايا كان زمانهم كلهم عايشين. وبيليه بيكمل وبياخد مهاره تقنيه قطع الخشب ثنائيه الوجه. بس بيليه يلغي قدامه بتقول له انت هتموت دلوقتي. بس بيليه النظام بيقول له انه قدر ياخد 421 مهاره. فبيليه بيضرب يونغ بقوه كبيره، وبيليه بيقول لها كل اللي حصل ده بسببك انت. وبيليه هو ما كانش عايز يخلص عليها بسهوله عشان ينتقموا لكل اللي ماتوا واحد واحد. وبيليه بيفعل مهاره سيد السيف وعين الصار والفتنه وبيهجم عليها. وبعدها بيليه بيفعل مهاره جوهر الخلود والتصلب وتحمل الالم عشان يتفادى هجومها. وبعدها بيلاقي صخره عشان يهجم عليها، بس بيليه يونغ فعلت مهاره جرعه الجليد عشان تصد ليه. وبيليه وقع على الارض وبيقول لنفسه انا خدت مهارات كتير لكني مش عارف استخدمهم ازاي، حاسس ان في حاجه بتوقفني، جسمي مش مستحمل وسلاحي ضعيف جدا. حتى بعد ما خدت مهارات 421 واحد مش قادر انتقم ليهم، انا بس لو اعرف المهاره بتاعتي ازاي استخدمها. بس بيليه يونغ بتصيبه في رجله وبيليه بتقول له مش هتقدر تقاومني، انت لازم تموت. بس بيليه بيقرر يستخدم مهاره شين. وبيليه بيقول انا شفتها كتير وهي بتستخدم مهارتها واكيد هقدر اتحكم فيها. فبيليه بيفعل مهاره قطع الخشب وبيكتف بيها يونغ، بس بيليه قطعت الخشب اللي حواليها. وبيليه بتقول لنفسها ده بقى اقوى بكتير، انا كنت فاكراه سياف لكنه طلع ساحر، بس بمستواه الحالي مش هيقف قدامي كتير. وبيليه قطعت الخشب لكنه بيخلص عليها بالجليد اللي في ايده وقدر ياخد حق اصحابه. وبعدها بيلاقي نظام بيشغل مهاره اعاده الانشاء عشان يعالجه، بس سيو بيرفض. وبيليه بيقول لنفسه مفيش حاجه اتغيرت من اول ما اتولدت لحد دلوقتي، قضيت طفوله حزينه مع جدتي وخسرت والدي من قبل حتى ما اتكلم، من اول ما جيت وكل حاجه وحشه بتحصل لي وكل اللي حواليا بيعانوا بشكل كبير. كنت مجرد واحد ضعيف لكني بجيب النحس لكل اللي اعرفهم، بس حتى باللي بيحصل لهم كانوا قابلين وجودي. بس انا اللي كان المفروض اموت النهارده، لو هي لقيتني وقتلتني من الاول كان زمانهم كلهم عايشين. لو كنت بس اقدر ارجع بالزمن ما كانش كل ده حصل. لكن فجاه بيجي في باله مهاره العوده بتاعت يونغ، وبيليه بيفعل مهاره سرقه القدرات وبياخدها. وبيليه بيقول لنفسه انا مش عارف المده اللي هرجعها بالزمن، بس على الاقل انا هرجع يونغ ولازم انقذهم كلهم. بعدها بيليه بيرجع بالزمن وبيلاقي نفسه في شغله ويشيب مع واحد بيخبطوا في بعض. وبيلاقي الواحد ده بيقول له دي اول خروجه رسميه لينا مع بعض وعشان كده كنا عايزينك تشوف لنا ابراجنا. فبيلاقي سيو بيقول لنفسه انا رجعت بالزمن تاني وشين لسه ما خسرتش عينيها بسببي، بس انا مش هخلي اي حاجه تحصل تاني. وميليه بيديهم ورقه عشان يكتبوا فيها اسمهم وتاريخ ميلادهم. بس ميليه بيقول لنفسه انا شايف ان هي مش مرتاحه، فاكر ان هي حكت لي عن علاقه توكسيك دخلتها، انا لازم اقول لها الحقيقه المره دي. فبيليه بيقول لهم انت برجك من الذهب الخالص، اما انت من الخشب، والعلاقه بين الابراج دي بيكون اسمها قطع الخشب بالذهب. بمعنى اخر الراجل هيدمر الست اللي معاه. وتوضيح الابراج في المنهوى دي او حتى في الواقع الاتنين حرام وبرضه مش منطقيين خالص. المهم ميليشين بتقول له باين كده ان مفيش نصيب بينا. بس من الراجل ده بيتعصب وبيقول لسيو انت اكيد بتهزر، ايه اللي بتقوله ده؟ وميليه بيقول لشين يلا بينا نمشي، بس هي مش بترضى. فبيتعصب وميليه بيقول لها هتندمي على قرارك ده، انت اصلا ما تستاهليش واحد عظيم زيي. لكن ميليه بتقول له بس انا قلت لك ان خلاص مفيش نصيب بينا يا اخي، اعتبر نفسك مش عاجبني، يلا امشي من هنا. فميليه بيتعصب وبيمشي وبيقول لها انها هي هترجع له تاني. بس ميليشين بتقول لسيو انا كنت فاكره ان الاماكن دي بتقول الحاجات الكويسه وبس. فبيليه بيقول لنفسه فعلا ده اللي بنعمله، لكن انت حصل لك حاجات كتير وحشه بسببي
بس في الوقت ده ظهرت طاقة غريبة بتحسب إحصائيات الأشخاص حسب قدراتهم. فبنلاقي سيو بيقول لنفسه أنا كنت عارف إن ده هيحصل لكني ما عنديش القدرة إن أوقف تأثيرها. وبيلاقي بعدها داخ فبتمسكه شين وبتنزله تحت الترابيزه. وبيليه بيقول لنفسه انت حميتيني في حياتي اللي فاتت ودلوقتي كمان انا لازم اركز. انا قلت ان اغير المستقبل. وبعد ما الطاقه اختفت بنلاقي شين بتسال على اللي بيحصل لكن بنلاقي سيو مشي وما كانش عايز يعرفها عشان ما يحصلهاش مشاكل. وبيليه بعدها بيدور على حاجه مناسبه عشان يستخدمها بس بنلاقي شين بتقول له بتعمل ايه؟ احنا لازم نطلع من هنا بسرعه. لكن بنلاقيه بيقول لها تستنى. وفجاه بنلاقي واحد بيصرخ وبنلاقيه بيقول اهربوا بسرعه المكان فيه وحوش. والوحش كان يقطع له رجله بس سيو بيقدر يخلص على الوحش بالسكينه اللي معاه. وبيليه بيقول لنفسه انا كنت عارف انهم جايين. وبيلاقي قدامه الدوده العملاقه من الدرجه الثالثه للحشرات بتتغذى على الاشجار والحيوانات والبشر وبتاكل كل حاجه في الارض حرفيا. وسيو بيليه كان بيخلص على الوحوش وبيليه بيقول للكل يهربوا وانهم لازم يلاقوا حاجه يدافعوا بيها عن نفسهم. لكننا بنلاقي شين ماسكه انبوبه مطافي وبيلاقيها بتقول انا كنت مرعوبه منهم لكنهم طلعوا ضعاف قوي. فبيلاقي سيو بيقول لهم لازم ننزل دلوقتي قبل ما يظهر وحوش تاني. وبيليه بيقول لنفسه انا لازم ما افوتش اي فرصه ان اجمع اللؤلؤ الارواح مع ان مستوى الوحوش منخفض لكن هم فيهم لؤلؤ كتير قوي. وبيلاقي شين بتقول له هو انت مش نازل؟ فبيليه بيقول لها تنزل هي لكن بيلاقيها بترد وبتقول له مش هسيبك لوحدك. فبيقول لها سيو هو انت قلقانه بخصوص اللي كنت بتحبيه؟ فبيلاقيها بترد وبتقول له اه. فبيكمل سيو بيقول لها يعني عايزه تفضلي هنا مع انك ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل لك؟ وبيليه بيقول لنفسه شخصيتها زي ما هي من صغرها بس انا لازم اقول لها كل اللي جوايا. وبيليه بيقول لها عايز اقول لك حاجه انت عندك قدره التحكم في الطبيعه وخصوصا الاوراق والاخشاب. فبيظل لها النظام بتاعها وبيلاقيها بتقول له انت عرفت ازاي؟ حتى لو كنت عراف مستحيل تعرف معلوماتي الخاصه. فبيلاقي سيو بيقول لها الصوت اللي سمعتيه لما قوه غريبه ظهرت معناه اننا معانا قوه خارقه دلوقتي. فبيلاقيها بتقول له فعلا حاسه نفسي اقوى. فبيلاقي سيو بيقول لنفسه بعد القدرات اللي خدتها مستحيل اموت بسهوله. وبعدها وهم نازلين بيلاقيها بتقول له هو انت قدراتك ايه؟ بس بيلاقيه بيقول لها الاحسن ان محدش يعرف القدره التانيه وغالبا مفيش حد بيقدر يشوف معلومات التاني. وبيلاقيه بيقول لنفسه قدره رمي الرماح بتاعتي هي القدره اللي خدتها قبل كده بس مش هقدر استخدمها بسبب ناسخ القدرات. وبيكون معاه 3 مهارات فن الغابة الغربية ودي بتديله قوة العناصر ال5 والرؤية من خلال القدر وسرقة القدرات. فبيلاقيه بيقول لنفسه مع ان القدرة دي هتنفعني قوي بس المشكلة في تراكم الكارما بسبب اني خدت قدرات 421 واحد. فلو عايز اغير المستقبل يبقى لازم استخدم قوة سرقة القدرات واخلي بالي من خطر تراكم الكارما. والكارما بتتجمع بسبب جرائم القتل او اي حاجة غلط بتتعمل. ولو الشخص بقى معاه كارما كتير ممكن يفقد عقله او يعيش مكتئب طول عمره. وبلاشين بتقول له ان باين كده ان في حد هنا. فباليوم بعدها بيروحوا عشان ينقذوه بس بنلاقي ظهر من وراه ضفدع عملاقه لكننا بنلاقي سيو يخلص عليها بسرعه كبيره لكن الراجل ده مش بيتحرك. فبنلاقي سيو بيفحص عدد الوفيات اللي في المكان وبيعرف انه ميت وشاف كمان قدراته اللي كانت السيطره على اللهب. واللي بيقول لنفسه لو كان معايا قدره جامده زي دي كان مستحيل حياتي تكون بائسه. وقرر ان هو ياخدها. وبنلاقي ظهرت كميه صغيره من الكارما حواليه وبعدها بنلاقيه بيروح لواحد تاني وبينقذه لكنهم لقوه خلص على الدوده. وبنلاقيه بيقول عارف ان ده المستوى التدريبي لكن انا حاليا قادر اخلص على الزعيم بتاعكم. وبعدها بنلاقيه بيروح لسيو بيقول له هو في ناس لسه عايشه؟ انا اسمي جين ومتحمس اني اتعاون معاكم. فبنلاقي سيو بيعرفه بنفسه وبنلاقي جين بيقول ويا ترى البطله بتاعتنا اسمها ايه؟ فبنلاقيها بتستغرب من التشبيه بس بنلاقيها بتعرفه على نفسها. وبنلاقيه بيرد بيقول اكيد حدث الفرق هيبدا قريب قوي. لكن بنلاقي جين بتقول له وانت عرفت منين؟ فبنلاقيه بيرد بيقول لها دي حاجه بديهيه علشان المبتدئين يتطوروا وبنعرف ان هو من الفئه الذهبيه وانه كائن اسطوري قدر يكسر حدود الواقع والخيال وما بقيش يتاثر باي حاجه تحصل وقوته عاليه وتحمله الالم والخوف تم كبحهم للحد الادنى. فبلاسي بيقول لنفسه مع انه هيكون من احسن 5 مقاتلين في المستقبل لكني مش مصدق انه مجنون كده. فبلاجين بيقول بمساعدتكم انا هكون قادر ان اواجه الزعيم. ايه رايكم نتحالف مع بعض؟ وبيليه بيقول لسيو انت كنت زميلي في الشغل ايه مش ناوي تساعدني؟ فبيستغرب سيو وبيكتشف ان هو مجرد مخادع. لكن فجاه بتظهر حشره عملاقه وبيليه بتجري ورا واحد والدوده دي بنعرف ان هي بتقدر تطلع ديدان من جواها وبيليه بترمي على اللي بتجري وراه وبتخلص عليه. فبلاجين بيقول الزعيم ظهر ايه هتساعدوني عشان نخلص عليه؟ بس بلاجين بتقول له احنا لازم نهرب. لكن بيلاقي سيو بيهجم على الديدان باللهب. فبلاجين بيقول له هو انت هتقدر تخلص عليه؟ فبيليه بيرد بيقول له طبعا لا مستحيل نخلص عليه بس انا هولع في المكان عشان الناس تهرب. لكن الدوده العملاقه بيلاقيها بتهجم عليهم. فبيليه بيقول لهم يهربوا وانه هيطلع لها بس عجبتها ما كانتش مؤثره فيه وفضلت تجري وراه. فبلاجين بتقف عشان تطمن عليه لكن بلاجين بيشدها وبيليه بيقول لها ما توقفيش لازم نهرب. وبيلاقي كل واحد فيهم دخل في طريق بس شين كانت بتندى عليه لان الوحش سادد الطريق ناحيته. وبنلاقي الوحش بص عليها بس بنلاقي سيو بيقول انا لازم اخليه يركز معايا عشان يهربوا. فبنلاقيه عمل انفجار وجري في اتجاه الباب. وبنلاقيه بيقول لنفسه انا اسف اني هسيبكم لكني لازم استنى وكاله الحمايه عشان ينقذوني. بس بنلاقيه بيهجم على بق الوحش
وبيشوف هيقدر يسيبه بضرر ولا لا، لكن ده ما بيجيبش نتيجه معاه. لكن ميلاي شين بترمي على الوحش خشب وميلاي بتقول له يهرب، لكن هنا ميلاي الوحش رمى عليها ديدان، بس ميلاي شين حرقهم. وميلاي بيقول لها تستخدم قانون الطبيعه بسرعه، بس ميلاي بتقول له انا ما اقدرش استخدمه من غير نبات حواليا. بس سيو بيقول لها انا متاكد انك هتقدري تستخدميه بالخشب. فميلاي جربت وقدرت تكتف الوحش فعلا، فبينهم راحوا يهربوا، لكن الوحش ميلاي رمى عليهم ديدان اكتر. فميلاي شين بتقول احنا كده هنموت خلاص، وميلاي بتقول لنفسها انا جيت انقذه لكن شكلي هموت معاه. لكن ميلاي سيو استخدم الانفجار الناري، وبعدها ظهر اشعار بان شين وسيو بقوا متشابكين، ومصير سيو بقى شبه مصير شين بشكل مؤقت. فبنلاقي سيو عمل اعصار نار ضخم، وبنلاقيه بيقول انا دلوقتي اقدر ادمج قدرتها مع قدرتي وكميه ضخمه من النار، كده اكيد هنقدر نخلص عليه. وفعلا بيقدر يخلص على الحشره العملاقه. بعدها النظام بدا يحسب له المكافآت بتاعته، وكمان هياخد مكافآت اضافيه لانه خلص على وحش اقوى منه. وبعدها نزلوا وهي كانت سنداء لانه كان دايخ بسبب فقدان المانا، لكنها كانت فرحانه لانهم هيخرجوا من المكان ده. بس اول ما فتحوا الباب لقوا نفسهم في قاعه كبيره، وشين ما كانتش تعرف ايه المكان ده. فبنلاقيه بيقول لها دي قاعه في وسط المدينه فيها قدرات علاجيه، وبيظلوا اشعار ان المكان اسمه كانز جانغ سونغ، واحد من منتجات التنين بيقمع الارواح الشريره وبيعالج كل اللي بيدخلوا. وبنلاقي الباب اختفى، فبنلاقي شين بتقول له هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيرد سيو بيقول لها هنقعد نرتاح، كده كده المكان امان. بس بنلاقي شين بيجي لهم وبيقول لهم انتوا لسه عايشين ازاي؟ فبتتعصب شين، وميلاي بتقول له انت عيب بتاع مصلحتك، سبت صاحبك عشان تحافظ على حياتك، وانا مستحيل افضل مع واحد زيك. فبنلاقيه بيحط ايده على وشه وبيقول اكيد انا فعلا شرير، انت صح، انا لازم اتغير. بس هو بيكون شايف ان رد الفعل ده اوفر، وبنلاقيه بيقول لها يلا نمشي. وفي الوقت ده ظهر ناس في المكان وما كانوش عارفين هم فين، ولما حاولوا يستخدموا التليفون ما لقوش شبكه، وبيحسوا بالقدره العلاجيه. وبنلاقيهم بيسالوا لو المكان ده امان، بس فجاه النور بيقطع، وبنلاقي ضوء على المنصه، وبيظهر واحد وبنلاقيه بيقول باين كده ان الناس كلها اتجمعت، انا بيه عضو من الفرع المركزي لجمعيه القدر، ودلوقتي احنا هنجتمع بيكوا هنا وهتكونوا تحت ادارتي انا. بس هما مش بيكونوا عارفين ايه هي جمعيه القدر دي اصلا. وباليوم بيقولوا له ايه اللي يخلينا نقبل تبقى رئيسنا وانت خاطفنا، ولا ايه طلعنا من هنا بسرعه. بس بلاسيو بيقول لنفسه كده يبقى البدايه الحقيقيه بدات. في حياتي اللي فاتت كنت مجرد شخص فقير وضعيف، لكن دلوقتي كل حاجه هتكون مختلفه، هقوي نفسي على قد ما اقدر في المكان ده، وبعدها همشي منه. وبعدها بنلاقي الناس بيسالوا بيه عن الجمعيه، فبنلاقيه بيقول لهم احنا بنحمي المواطنين بتوعنا من الكارثه اللي هتحصل قريب. بس بنلاقي الناس بيقولوا له هو انت كده خفينا؟ ازاي تعمل كده من غير موافقتنا؟ طلعونا، اكيد الحشرات دول كانوا تبعكم. بس بنلاقيه بيقول لهم الفوضى اللي حصلت دي بسبب ظهور الشياطين، وبسببهم هيكون في خطر على البشر كلهم. لكن الناس بيطنشوا بيكونوا عايزين يمشوا، فبيتعصب جين وبنلاقيه بيقول لهم اسكتوا شويه، وبيعرفوا ان هم مش شايفين الفرصه الكبيره اللي جت لحد عندهم. فبنلاقي سيو بيقول لنفسه هو لسه ما اتغيرش، لكن هو عنده حق، الوجود هنا ميزه كبيره. وبنلاقي بيه بيقول يا ريت الكل يهدى، بصوا ايه اللي بيحصل بره دلوقتي، الوحوش في كل مكان، وبدا يظهر وحوش شيطانيه. من 10 سنين جمعيه القدر قدرت تتوقع ان في كارثه هتحصل في العالم، وعشان كده اعضاء الجمعيه قدروا يستخدموا قوتهم قبل ما الكارثه ما تحصل. احنا التشاسا كنا مستعدين اليوم ده من زمان، بس العالم في حاله اضطراب كبيره ومحتاج لمستيقظين اكتر، واحنا جمعناكم عشان شفنا انكم موهوبين وقررنا اننا نساعدكم ونطور من قدراتكم. لكن لو عايزين تمشوا ممكن تمشوا في اي وقت، بس قبل ما تاخدوا القرار ده يا ريت تشوفوا قدراتكم، لانكم ممكن تغيروا رايكم. وبنلاقي كل واحد بتظهر قدامه قدراته، فبيكون سيو عايز يشوف قدرات بي لكن مش بيقدر يعرف لان بي لابس قناع. وبعدها بنلاقي بي بيقول لهم اكيد كلكم شفتوا قدراتكم العظيمه واللي بتتسمى سحر في عالم الوحوش، تقدروا تستخدموا القدرات دي عشان تهزموا الشياطين وتخلصوا على اي خطر يحصل. بس الشغل ده خطر جدا عليكم عشان ممكن تموتوا فيه، والتدريب بتاعه برضه بيكون صعب. بس لو عايزين تعيشوا في سلام من غير خطر احنا هنلغي تنشيط القدرات بتاعتكم، لان اللي ما عندهمش شجاعه القتال ما يستحقوش يكون معاهم قدرات. انا هديكوا وقت تفكروا فيه، وبالمناسبه في اماكن تباتوا فيها، اقروا الارشادات في الدور الثاني وهتعرفوا كل حاجه. وبعد ساعه كل اللي موافق يكون معانا يجي هنا تاني، واللي عايز يطلع من المكان يمشي من المخرج اللي في الدور الثالث. بس لو طلعتوا مش هتقدروا ترجعوا هنا تاني. فبيمشي وبيجي بعد ساعه، وبنلاقيه بيقول عارف ان كل اللي قدامي مستعدين للتدريب، الباب اللي قدامكم يبقى الباب الاول، كل 3 اشخاص بالكتير يقدروا يدخلوا مع بعض، ولو قدرتوا تصفوا الوحوش اللي جوه هتقدروا تطلعوا مع بعض. بس طريقه الخروج بتختلف من باب للتاني، هتعرفوا كل حاجه اول لما تدخلوا. لازم تخلصوا على 6 وحوش، وفي الباب الاول تقدر تخلص على وحوش كتير براحتك، لكن لو طلعت قبل ما تجيب ال6 هيرجع الرقم 0، وكل واحد فيكم هياخد صندوق عناصر زي اللي معايا تقدروا تستلموه من مركز الامدادات، وهتقدروا تستخدموا جرعات علاجيه عشان الاصابات.
ولو رجعتوا لهنا هتتعالجوا بشكل تلقائي، ومع اننا مش مسؤولين عن اي حد يموت في تدريب، بس احنا هنحاول ندعمكم ونخلي بالنا منكم لحد ما تقفوا على رجليكم. وبعدها بيليه بيمشي ويسيبهم. فبيلاقي واحد بيقول انا قدراتي منفعه عاليه، مين عايز يدخل في الفريق معايا؟ فبيلاقي سيو بيقول لنفسه قدراتك دلوقتي هي اللي هتحدد قيمتك، كاننا في سوق العمل. فبيلاقي شين بتروح له وبتشكره على اللي عمله في المبنى، وبيلاقيها بتقول له اكيد انت ما لقيتش لسه حد تدخل معاه، وانا كمان لسه لوحدي، فايه رايك نكون مع بعض؟ لكن بيليه مش بيرد عليها، وبيليه بيقول لنفسه وجودي معاهم في الحياه اللي فاتت هو اللي موتهم، وبيليه بيعاني من الذكريات. فبيلاقي شين بتقول له هو انت كويس؟ فبيليه بيرد عليها وبيقول لها انا كويس، لكني مش هشتغل مع حد، انا هفضل لوحدي. بس بيليه بتتحرج وبتقول له انا كنت فاكره اننا اصحاب ومندمجين مع بعض. بس بيليه بيقول لها انت قدراتك هتكون مبهره مهما كان اللي معاكي، وعشان كده اسمحي لي انا امشي. بس بيليه بتقول له حتى لو ما عملناش فريق مع بعض يا ريت ما تنسانيش وتخلي بالك مني في المستقبل. وبعدها بنلاقيهم بيروحوا عشان ياخدوا صندوق الامدادات، وبيكون فيه سيف التدريب من رتبه مبتدئ، واتنين جرات تعافي، واتنين جرات الاسترداد السحري. فبناسي بيقول لنفسه في البدايه كان صعب انك تلاقي عناصر، لكن لو كنت متدرب فده هيكون في مصلحتك، لان جرعات الاسترداد السحريه غاليه جدا، بس لما تكون تبع جمعيه فكل لما تخلصها هتقدر تاخد غيرها عادي. لكن وهو ماشي بيلاجين بينادي عليه وبيقول له انت اكيد مش هتسيب صاحبك لوحده والعيش والملح. فبيلاقي بيقول لنفسه ما حدش قبل كده حاول يتلزق فيا، بس الواد بتاع مصلحته، فعمل نفسي مش سامعه. بس بيلاجين بيشده وبيقول له احنا ما بينا مع بعض هنبقى اقوى اتنين هنا. بس هو بيكون رافض، وبيلاقي بيقول له انا هفضل لوحدي. بس بيلاجين بيقول له ما تقلقش انا مش هعتمد على قوتك عشان تحميني زي الشخصيات الضعيفه، لان اقوى منك. فبالناسي بيقول لنفسه هو بيتعامل مع الناس كانهم شخصيات في قصته، ولا كأن نجوم ملوك الليل هيعملوا عنه حكايه، وهو كان الشخصيه الرئيسيه في حياتي اللي فاتت. بس لو قابلته هو وشين يبقوا معايا الامور هتبقى احسن. هي قويه لكني مش عايز اذيها وهي جنبي، بس انا مش مهتم باللي هيحصل بجين. فبيليه بيوافق يكونوا مع بعض، فبيروح جين عشان يجيب الامدادات، وبيليه بيقول لشين انه بقى مع سيو. وبعدها باليوم بيروحوا وبيدخلوا البوابه الاولى، وسيو بيكون حاسس بهالة الاشباح وبطاقه الشيطان الذهبي من قبل ما يدخلوا اوضه دوس عنا. كل اوضه بيكون ليها 4 ممرات، وبيكون فيها وحوش او فخاخ او اماكن امنه، والمطلوب منهم انهم يلاقوا المخرج عشان يطلعوا. فبيلاقي بيقول لنفسه هي الوحوش هتكون هياكل عظميه زي في حياتي اللي فاتت؟ بس بيلاقي بيقول يا ترى يطلع لنا فخ ولا وحش. وفي نفس الوقت بيليه كان هيدوس على سيف يفلقوا نصين، لكن سيو بينقذه وبيمشي قدامه. وبعد شويه بيلاقي بيقول له انت ما قابلتش ولا فخ، شكلك محظوظ جدا. بس سيو بيلاقيه بيقول له انا عمري ما كنت محظوظ. وبعدها لقيوا هياكل عظميه قدامهم في رتبه الحشرات من الدرجه الثالثه، ودول شياطين مصنوعين من عظام بشريه وبياكلوا لحوم البشر، لكن ما عندهمش حساسيه للصوت ولا الضوء. فبيلاقي بيقول الموضوع شكله صعب، لكننا لو اتحدنا مع بعض هنخلص عليهم. فبيلاقي سيو بيهجم لوحده وحرق جزء كبير منهم، بس جين كان عمال يتكلم. بس بيلاقي سيو بيقول له لو هتتكلم كتير يبقى سيبني وامشي، وكان بيخلص على وحوش. فبيلاقي جين بيقول له سيب له شويه، وبيروح وبيخلص على واحد. وبعد ما خلصوا بيلاقي جين بيقول كل الغرف اللي دخلناها لقينا فيها الهياكل العظميه، بس انا خلصت على اكتر من 100 واحد وبدات احس بالامل. فبيلاقي سيو بيقول له يا ترى الموضوع كان صعب بقى؟ فبيلاقي جين بيرد وبيقول له طبعا، لان دول ضعاف قوي، ده غير اني اتعلمت فنون السيف وده ينفعني قوي لو رحت لعالم تاني. بس انا عندي فضول من اول ما شفتك فيها، هو انت رجعت بالزمن؟ لا، تجسيد في جسم واحد تاني. طيب حاجه زي الحاجات اللي بنشوفها في الملخصات دي؟ فبيلاقي سيو بيرد وبيقول له بص يا ابن الناس، لو هتفضل تصدعني كده يبقى يا ريت ترجع لوحدك، يا ريت تمشي وبلاش تضيع وقت. بس ملاجم بيقول له ما تحورش وقول لي انت هادي قوي، وكمان اتاقلمت مع اللي حصل بسرعه ومش بتخاف من الوحوش. فبناسيو بيقول له انا كنت بشوف اشباح وانا صغير، وعشان كده متعود على الحاجات الغريبه. فبيرد جين وبيقول له كده انا بقى عندي فضول ان اعرف طفولتك. بس بناسيو رماه لقدام لان في فخ دمر الطريق، وبنلاقيه بيقول له يجري. فبيجري جين، لكن سيو بنلاقيه بيقع. فبنلاقي جين بيقول لنفسه ازاي هموت دلوقتي؟ مش ده الشخصيه الرئيسيه وهيطلع البطل في الاخر؟ وفي الوقت ده سيو قبل ما يقع مسك في الحيط بالسيف، وظهر له اشعار انه دخل المنطقه السريه، والمنطقه السريه يظهر فيها وحوش اقوى من المنطقه الثانيه ومليانه فخاخ طول الطريق. بس في ممر ممكن يرجعه للمنطقه الامنه، ولو رجع مش هيقدر يروح تاني للمنطقه السريه، ولو كان في خطر ممكن يطلب الانقاذ. بس بناسيو بيقول له انا قاصد اني اجي هنا ومستحيل امشي. وبيلاقي وحش قدامه، فبيليه بيهجم عليهم وبياخد على كل وحش 10 نقاط. وبعد ما بيخلص عليهم بيليه بيرفع قوته بالنقاط، وبيليه بيقول لنفسه كون انك تهتم بقدرتك من البدايه دي حاجه جامده جدا. وبيلاقي احصائياته فيها الاحتماء والسرعه والاستشعار في المستوى الرابع، والقتل في المستوى الثالث، اما القوه في المستوى الخامس. وبيليه بيقول لنفسه كل السمات بتبدا من المستوى الاول، وعلى حسب درجتك هتوفر وقت ومجهود عشان تعدي المستوى الاول، وكل ما درجتك تزداد سرعه نموك كمان هتزيد. في الاول جين هيمو بسرعه، هو فاكر انه هيكون اقوى مني،
لانه هيطلع من الهجوم الاول بسرعه، بس انا في الاول لازم استكشف جوائز الهجوم الاول، وعشان الموضوع ما يصعبش لازم اخلصه النهارده واقتل الزعيم. فبيلاقيه بيدخل في ممر وبيلاقي زعيم جبل النصر قدامه، وبيكون تصنيفه من الدرجه البشري المستوى الثالث، وجنبه ماسو بيلقب سيد السيوف، وده عباره عن حيوانين بيتحركوا كانهم جسم واحد، ولو مخلصش عليهم في نفس الوقت هيتعافوا بسرعه. فبيلاقيه بيقول لنفسه هو ده السيف؟ انا سمعت عنه كلام مختلف خالص، بس لازم ما اخافش، لو نفذت الخطه اللي حطيتها هقدر اخلص عليهم. بس من الزعيم بيهجم عليه، فليه بيتصدر الهجوم بتاعه وبيهرب، وليه بيقول لنفسه ما كنتش متوقع انه يلاحظني الاول، بس كويس ان لفت انتباهه، انا معايا قدره النار وهو عنصر الذهب، كده انا ليه الافضليه قدامه. وبعدها ليه بيهجم على سيد السيف، لكنه بيتعافى لانه مخلص على الاثنين في نفس الوقت. فبليه بيزود السرعه 7 نقط عشان يعرف يهرب منهم لحد ما بيوصل لمكان، ووليه بيرمي نفسه على الارض لانه بيكون عامل لهم فخ. بس من سيد السيف بيتعافى برضه، وفي كل محاولاته كان بيتعافى قدام سيد السيف، فبيرفع سيف قوته 7 نقط وهجم على سيد السيف تاني، وبيقدر ان هو يدمره فعلا في المره دي، وبياخد جوائز ومكافآت اضافيه لانه هزم وحش اقوى منه. باللي بيقول لنفسه كل اللي عليا دلوقتي اني اطلع من اوضه الزعيم وهبقى خلصتها، بس قبل ما اطلع عايز اجرب حاجه، هل بما انهم وحوش شيطانيه واخدين جسم بشري ممكن اقدر اسرق قدراتهم؟ وليه بيفعل المهاره، وبيظلوا ان الموتى في المكان هم 2. فبيليه بيفرح جدا لانه هيقدر يسرق قدرات الشياطين. وبيليه بيقول لنفسه في حياتي اللي فاتت انا ما استخدمتش قدره سرقه القدرات ابدا لحد ما واجهت يونغ، لاني قبلها ما كنتش قادر استخدمها بسبب قله المانا، ولان كل ما الجثه بتفضل وقت اكتر بتحتاج طاقه اكبر. انا ما كنتش بقدر اخد اي مهاره بعد ما الزنزانه ما بتخلص، بس انا ما كنتش هقدر غير لو كنت جربت على جثه حد ميت قدامي. وحتى لما عرضوا عليا ان اجرب سرقه القدرات على الوحوش انا رفضت لاني كنت خايف، لكن ميليه سرق من الوحوش القوه الجسديه وفن السيف، وخد قدره الطعن من المستوى الثالث، ودي بتحسن من استخدامه للسيف بشكل كبير. ولما بيجربها بيحس ان السيف بقى خفيف، بس بيظل تحذير انه بقى معاه نقاط كارما كتير. وبيليه بيقول لنفسه السرقه من الشياطين بتزود نقاط الكارما بشكل كبير، لكن قدراتهم تستاهل الناس تحمل. وبعدها بيوصل لباب الاول في زنزانه دوسان، وكان هو اول واحد قدر يخلص الزنزانه، فبيستغربوا الكل انه قدر يخلص على وحش وكمان لوحده. وبيلاقي جيم بيجري عليه، وبيلاقيه بيقول له انا كنت واثق فيك، بس بيلاقي سيو بيقول له احنا مش صحاب عشان تيجي تحضني. بعدها بيلاقي بيجي له بيبارك له على اول غزو يعمله، وبيطلب منه ان هو يتكلم معاه. وبعدها في اوضه سيو بيلاقي بيراجع الغنائم اللي خدها، واول حاجه خدها هي النطاق، ودي هيقدر يشيل فيها حاجات كتير من غير ما يحس بوزنها. وبيلاقي بيقول لنفسه صعب قوي انك تلاقي حاجات زي دي، وعشان كده انا لازم احافظ عليها، لكن لازم ما الفتش نظر حراس القدر. وبعدها اللي بيدخل على النت ويشوف الاخبار، وبيلاقي الكل بيتكلم عن زلزال بيحصل، وبعدها بيتحدد قدرات الشخص اللي في المكان. لكن سيو بيلاقيه بيدور على اخبار عن مكتب القدر، وبيلاقي رئيس مكتب سيول الاول مون يونغ موجود على التلفزيون، وبيلاقيها بتقول جمعيه القدر بتحاول حاليا انها تحمي المدنيين. فبيلاقي سيو بيفعل احساس القدر، لكنه بيلاقي ان القدر محمي ومش بيقدر يستشعره، فبيكمل قدام الاخبار وبيلاقيها بتقول خليكوا واثقين في حمايه القدر. بس بيلاقي سيو بيقول لنفسه وكاله حمايه القدر ده مكان بيتجمع فيه اقوى المستيقظين، وكل الحراس اللي فيه بيحطوا اقنعه عشان يخفوا وشوشهم. وبيلاقيه بيفكر في موم يونغ، وبيلاقيه بيقول لو هي نائبه الوكاله هتكون قويه جدا ومفيش حد هيعرف عنها حاجه، مش عارف الصح فين. وبعدها بنشوف الامير قائد الفريق التاني لمكتب حمايه القدر في فرع سيول، وبنلاقيه بيقول ازاي المنطقه السريه اتنفضت في يوم واحد بس؟ هو انتوا مش قلتوا انها هتحتاج اسبوع؟ لو انت قاصد تعمل كده انا هوريك الوش التاني. دلوقتي بلغوا الشرطه ويشيلوا الفخاخ اللي سيو عملها، ويسيب باقي المستيقظين يواجهوا الشياطين. وبعدها بنلاقي الكل بيمشي ما عدا تاي، واللي مش بيكون مصدق ان مستيقظ جديد قدر يخلص على سيد السيف بفخ. وبنلاقيه بيقول لنفسه هيحصل ايه لو الباب التاني اتنفض في يوم واحد هو كمان؟ انا مش مصدق اللي بيحصل. وبعدها بنروح للدور الاول من مركز التدريب، وبنلاقي جيم بيقول لسيو يا ترى هتنضف الزنزانه التانيه النهارده زي ما اتفقنا ولا ايه؟ بوعدك اني هخلصها كلها قبل حتى ما ترمش بعينك. بس بنلاقي سيو بيقول له انا ههتم بيها، لكن انت من زميلي عشان تكون معايا. فبنلاقي جيم بيقول له انا كنت عايز اقرب منك اكتر. وفي نفس الوقت بنلاقي واحده بتقول لشين انت انقذت حياتي من شويه. فبنلاقي سيو بيقول باين كده ان هي ماشيه على نفس الطريق. وبنلاقي واحد بيروح يقعد معاها لانها ما عندها صحاب، وبيبدا يهزر وبيقرا لهم الكف. بس اول ما مسك ايد شين بنلاقي سيو بيتعصب وبيروح لهم. فبنلاقي الشاب بيقول له انت اكيد جاي عشان اقرا لك الكف. بس بنلاقي سيو بيقول له انا جاي عشان عايز اتكلم مع شين. فبيقوموا يتكلموا، بس قبل ما يحكي لها بنلاقي اتنين بيشكروه على باسورد الشبكه اللي اداها لهم، لانه خد الباسورد كمكافاه على تنظيف الزنزانه، بس كتبه بره الاوضه عشان الكل يستخدمه، لكنه بيفتكر حياته اللي فاتت لما كان الكل بيحتقره عشان ضعفه. وبنلاقي بيقرا الكف بنلاقيه بيقول له هتروح لوحدك النهارده كمان؟ فبنلاقي سيو بيقول له او بنلاقيه بيقول لنفسه عمال يحاول يقرب مني عشان انا قوي،
بس في حياتي اللي فاتت كان بيرفض انه يضمني لفريقه بحجه ان الفريق كامل، ومع انه قوي لكني ما تخيلتش اللي هو عمله، لانه في حياته اللي فاتت سمع هو بيقول انا كنت هموت لما سيو كان في فريقي لانه بيسرق قدرات الموتى، فالكل بيفكر وقتها انه بيخلص على اصحابه وياخد قدراتهم، وعشان كده كانوا بيستخبوا منه. فبنلاقي سيو بيروح له وهو متعصب وليه بيقول له انت وعدتني انك ما تطلعش السر ده لحد، بس اللي بيقرا الكف عمل نفسه من بنها، وبليه بيقول له بس انا ما قلتش حاجه، ولو عندك دليل قول لي، ولا انت شاكك فيا بسبب قدراتي على قرايه الكف؟ فبلينسيو بيقول له انت الوحيد اللي عارف السر ده. بعدين نرجع للوقت الحاضر، وبلينسيو بيقول لجين الواد ده بيقدر يعرف كل تفاصيل قدرتك بقرايه الكف بس، وعشان كده لازم تحافظ على مسافه بينك وبينه. فميليا بتقول له عشان كده كان بيحاول يلمس ايدي، وبعدها كان هيمشي، بس ميليا بتقول له ثواني عايز اكلمك، هو انت دخلت الزنزانه الاولى لوحدك؟ ايه رايك تدخل التانية معايا؟ فبلينسيو بيقول لها ما ينفعش انت كده هتقع في مشاكل، بس ميليا بتقول له ليه بتقول كده؟ فبليه بيحاور وبيقول لها لان قدراتك الحاليه هتخلي صعب عليك انك تخلصي المستوى الثاني. فبليه بتزعق وبتقول له انا على فكره مش ضعيفه للدرجه دي، لكنه بيرد وبيقول لها انا ما قصدتش اقول انك ضعيفه، لكن الزنزانه الثانيه عكس قدراتك خالص ومليانه بالغضب، وعكس الزنزانه الاولى اللي قوتك كانت مفيده فيها، وعشان كده انت ما ينفعش تدخلي الزنزانه الثانيه دلوقتي. فبليه بتقول ان هي فهمت، وبليه بتحط ايديها على كتفه، فبيكون سيو متعصب جدا وليه بيقول ليه ده بيحصل مع اني حاولت اكرهها فيا، بس هي مبسوطه من نصيحتي وبتشكرني. وبليه بتقول لنفسها هو كان رفض يكون معايا تاني، يا ترى اروح المره دي مع جين؟ المره دي انا لازم اقرر مين هيكون معايا، بس هو ليه فجاه جه لي عشان يحذرني من غو؟ كان ممكن يتجاهلني لو انا مش مهمه بالنسبه له، هو خايف عليا ولا ايه؟ وفي الوقت ده بليه بيقول لسيو هو انت هتدخل الزنزانه التانيه مع جين؟ فبليه بيقول له لا انا هدخل لوحدي، وبليه سابه وبيمشي عشان ما يقربش ناحيته تاني. بس بليه بيقول له ايه رايك تيجي معايا؟ انا من الدرجه العليا والزنزانه هتكون سهله قوي عليا لاني في مستوى التنين. بس بليسيو بيقول له انت كذاب، قول لي ايه هي قدرتك؟ وبليه بيفعل رؤيه القدر وبيعرف ان قدرته اسمها قذيفه الدماء من الدرجه الخامسه، فبليه بيوافق ان هو يضمه، وبليه بيقول له يجهز نفسه بسرعه، وبيقول لنفسه بعدها من حسن الحظ ان انت اللي جيت وطلبت مني. وبنشوف الزنزانه الثانيه واللي بيكون اسمها زنزانه اللهب، والهدف منها هو العثور على الجليد الكريستالي، ومفيش وقت معين للمهمه. ولما بيدخلوا بيلاقوا المكان شبه البراكين، وبيلاقوا بيقول لسيو انا استغربت انك وافقت بسرعه، اكيد ده بسبب مهاراتك الكبيره، بس انا مش مستوعب الهدف من الزنزانه، ازاي في الجليد في مكان كله شبه الجحيم؟ وبيفضل يرغي بعدها، لكن ميلاسيو بيطلع سيفه وبيواجهه في اتجاهه، وبيفعل فن السيف، فبيصدم جو لما بيشوف السيف في اتجاهه، لكن بنعرف ان سيو كان بيهجم على وحش فوقيه، وبيلاقيه بيقول له قوم بسرعه الوحوش جايه، دول ضفادع النار من الدرجه الحشره، ضعاف جدا لكنهم بيتحركوا في مجموعات وقادرين ياكلوا اي حاجه درجه حرارتها اقل منهم. فبيلاقي جو بيهجم عليهم وبيكون مبسوط ان قدراته بقى ليها فايده، وبيلاقيه بيقول ودلوقتي مش فاضل غير ان الاقي كريستالة الجليد. وبعدها بيلاقيه بيبدا يدور، بس ميلاسي بيقول لنفسه انا عارف مكانها، بس مفيش داعي نخلص الموضوع بسرعه، خلينا نشوف ايه اللي هيعمله. وفي نفس الوقت جو كان مستغرب ان سيو كان بيبتسم، بس افتكره فرحان انه معاه. وبعد كده بيلاقيه بيدوخ بسبب قله المانا، لان الوحوش اللي هنا اكتر بكتير من زنزانه دوسان. وبيلاقيه بيقول لنفسه انا دلوقتي مش قادر اعمل حاجه عكس سيو، ومفيش حل قدامي غير ان استعمل السيف. بس بيلاقي ضفدع بيهجم عليه، فبيلاقي سيو كان باصص له وبيقول له انت بطيء كده ليه؟ لو مش هتقدر تكون في مستوايا يبقى ارجع وسيبني، انا قادر انضفها كلها لوحدي. بس بيلاقي بيقول له انا بس محتاج ارتاح شويه وارجع اكمل معاك. فبيلاقيه بيقول له خد راحتك، وبيلاقيه بيسيبه ويمشي. بس بيلاقي بيقول لنفسه انا جيت عشان اشوف القدرات اللي هو بيستخدمها، بس هو لابس حاجات في ايده مخليني مش قادر اشوفها، انا حاسس ان هو مخبي حاجه ولازم اكشفها قريب قوي، هيتعب وهقدر اني اغفله واعرف. وبعدها بيني قاعد بيرتاح، لكن في وحش بيطلع له، فبيلاقيه بينادي على سيو عشان ينقذه، فبيقسم له سيو الوحش نصين، وبيلاقيه بيقول له انا لحد دلوقتي انقذت حياتك مرتين، بس الوضع هنا كل شويه بيبقى صعب اكتر، وعشان كده لازم نتحرك. فبيستغرب جو ان سيو بيتفخر ان هو انقذه، وبيلاقيه بيقول لنفسه انا شفته من شويه ما كانش بالقوه دي، استنى عليا بس اول ما ارتاح هكشف كل اسرارك. بس بناسيو بيقول له هو انت بتفكر في حاجه؟ فبنلاقيه بيضحك وبيقول له لا طبعا، انا بس عايز اشكرك انك انقذتني. وبعدها وصلوا للكريستاله، بس بنلاقيه بيقول لنفسه انا لازم اخدها واطلع من الزنزانه عشان ابان اني اللي نظفتها، لاني لو تعاونت معاه عشان نوصل لها هيفتكروا ان هو ساعدني. وبيلاقيه بيجري بسرعه عشان يروح للكريستاله، وبيلاقيه بيقول ده اول هدف مشترك بينا، اللي ياخده الاول هو اللي كسبان، هياخد الغنائم واحترام الكل كمان. بس اول لما بيوصل لها بيلاقيها بتتحرك في ايده، وبيعرف ان هي بيض ضفدع النار، وامهات البيض بتكون موجوده جنبه عشان تحرسها. وباليوم ظهروا مره واحده وهاجموا على غو، فبيلاقيه بينادي على سيو وبيطلب منه انه يساعده، بس بيلاقي سيو بيقول له انت عايز تغدر بيا وبعدها انقذك؟ وبيلاقيه بعدها سابه ومشي. بعدها بيلاقي سيو راح للكهف الكريستالي وخد حجر التلج الكريستالي، وبنعرف ان هو بيزود من سمات الماء. فبيلاقي سيو بيقعد وبتظهر نافذه قدامه، وبيلاقيه بيقول شرط فتح المتجر هو ان يكون معايا لؤلؤ الروح، ومن الطبيعي ان محدش يكون عارف دلوقتي حاجه عن لؤلؤ الروح او عن المتجر اصلا، بس انا فتحته قبل ما اجي هنا. وبيلاقيه اشترى قدر شيون سونغا لان فلوسه قربت تخلص، وده عنصر غالي جدا، ولما بتحطه في حاجه بيحولها للحاجه اللي انت عايزها. وبنلاقي سيو بيحطه جوه التلج الكريستالي، وبيلاقيه بيقول لنفسه مع انه عنصر
غالي قوي، لكني عايز عنصر الشبح، لكن العنصر اللي قدر اطلعه كان عسل الحشرات. فبيلاقي بيجمع التلج الكريستالي عشان يقعد يجرب. وفي الوقت ده غو بيكون مصاب وبيلاقيه بيقول هو انت فاكرني هسيبك لما تهرب مني؟ استنى بس لما الاقيك وانا هخلص عليك. لكن بيلاقي كريستاله جنبه فخدها وطلع يجري، وكان فرحان ان اول واحد طلع من الزنزانه وكان الكل بيشيد بيه. فبيلاقيه بيقول لنفسه هو ده اللي انا كنت عايزه، نظره الاعجاب من الناس اللي حواليا. بفضل اللي حصل انا هثبت ان اقوى من سيو. لكنه لقى سيو قدامه فراح له بيلاقيه بيقول له هو انت طلعت؟ فاكرني مش هلاقيك بعد ما هربت زي فران وسبتني؟ فاكرني هرحمك؟ بس في الوقت ده بيلاقيه بيجي وبيقول هو غو اول واحد طار الزنزانه؟ فبيلاقيه غو عمل نفسه بطل وبيلاقيه بيقول ايوه انا. وبيلاقيه بيبص لسيو بيقول له انا هسامحك المره دي، ايه رايك نتصالح؟ فبيلاقي سيو سلم عليه وكان عارف ان غو بيقرا قدراته بس مش بيوصل غير لقدره لهب الضوء، وده فن المبارزه من المستوى الاول، وشاف انه في المستوى الثالث ومعه عنصر النار. فبيلاقيه بيقول لنفسه انا ما كنتش متوقع انه ضعيف كده، افتكرت على الاقل انه هيكون في المستوى الاول، مش مصدق ان كل اللي حصل لي بسبب الواد ده. بس سيو بيلاقيه بيضحك وبيقول كويس اني كنت عامل حسابي. وبيلاقيه يستخدم تعويذه الساكو الواقيه، وبنعرف ان ده عنصر من الدرجه الاولى وبيخفي جزء من القدرات وبيخلي مستحيل اي حد مهما كان قوته يوصل للقدرات. وبيلاقي لما الكريستاله قربت تخلص راح ودى الكريستاله لغو وفضل في الزنزانه، وفي نفس الوقت غو بيكون بيتكلم مع كل اللي بيلاقيه على اللي عمله في الزنزانه. فبيستغرب جين انه قدر يعمل كل ده من اول يوم. فبيلاقيه بينادي عليه وطبل له شويه، وبيلاقيه بيقول له انا حاولت كتير انضف الزنزانه دي لكني ما عرفتش. فبيلاقي غو بيقول له اللي عمله عشان يطهر الزنزانه، وبيلاقي جين بيرد وبيقول له دور البطل لاقي عليك اكتر بكتير من سيو. وفي الوقت ده ظهر لسيو ان غو وجين حصل بينهم تشابك قدري، وبيلاقيه بيقول لنفسه حلو قوي كده هيبعدوا عني شويه. لكن ظهر له تحذير انهم هما الاثنين عاملين اسوأ تركيبه للقدر، وفي طاقه شريره بدات تدخل لمصير غو. فبيلاقي سيو بيقول كده الموضوع ماشي زي ما انا كنت عايز بالظبط. وبعدها بيلاقي فريق سيول عامل اجتماع تاني، وبيلاقي الامير بيقول لي فيه هو غو وصل للرتبه الشبحيه؟ فبيلاقيه بيقول له لا هو لسه في الرتبه البشريه. وبيلاقيه بيقول لها هو في حد راح معاه؟ فبيلاقيها بتقول له سيو. بس الامير كان مستغرب انه كان معاه، ومع ذلك غو اللي نظف الزنزانه لوحده وكان حاسس بحاجه غريبه. بس بيلاقي بيقول له لكنه قال حاجه غريبه قوي، قال انه لما خلص على الضفدع لقى الكريستاله جواه. فبيلاقي الامير بيقول له ازاي المفروض الوحوش ما تكونش قادره تقرب من الكهف البلوري؟ فبيلاقي بتقول له انا حققت في الموضوع ده وفكرت ان الحاجز كان ضعيف لان في وحوش كانت كريستالات فعلا. فبيتعصب سيو بيلاقيه بيقول تاني يا تاي ازاي تعمل حاجه زي دي؟ فبيلاقي تاي بيقول له انا فحصت المكان اكتر من مره وما لقيتش فيه اي مشكله، اللي بيحصل ده مش فشل مننا، بالعكس ده معناه اننا معانا متدربين عاليين قوي. فبيلاقي الامير بيقول له تقدر تتحمل مسؤوليه التقرير لو اتكتب في كده؟ عايز تقول انك مش غلطان وعشان كده عدد كبير من المتدربين هيبقوا قادرين يدخلوا الزنزانه الثالثه؟ طب لو ماتوا هتتحمل مسؤوليه موتهم؟ من المستوى الثالث هتكون البوابه لعالم الشياطين الحقيقيه، كلهم هيموتوا لو راحوا لهناك حتى لو كانوا مستعدين. احنا محتاجين نزود قوتهم بشكل كبير ونراقب سيو كويس قوي. وبعدها بنلاقي سيو واقف قدام اعلان تاجيل البوابه الثالثه، وبيلاقيه بيقول لنفسه ما كنتش متخيل ان ده ممكن يحصل. وبعدها بكام يوم سمع واحد بيحكي عن الاستراتيجيه اللي استخدمها غو، وبيلاقيه بيقول بالطريقه دي هنزود قوتنا بشكل كبير. بس بيلاقي التاني بيقول له اكيد هو كان بيكذب علينا لان اللي بيقوله ده مريب جدا. فبيلاقيه بيرد عليه وبيقول له مش عارف، عدد اللاعبين اللي طلعوا من هناك كتير لكنهم بعيد قوي عن غو، ده غير ان سيو وجيو وصلوا بطريقتهم الخاصه، وعشان كده احنا كمان لازم نوصل لطريقتنا. بس اللي معاه بيلاقيه بيقول له او ممكن نرجع نجرب الطريقه اللي قال لنا عليها. فبيلاقي سيو عارف ان غو نشر الاستراتيجيه غلط وكان فرحان لانه كان قريب هيخلص من غو وجين. وفي الوقت ده ظهر لهم اعلان ان في اجتماع في القاعه في الساعه 6، وفي الاجتماع بيلاقي بيقول النهارده هنعلن اننا هنسمح لكم تدخلوا البوابه الثالثه، بس من بدايه البوابه دي الوكاله مش هتحميكم لانكم هتدخلوا لعالم الشياطين الحقيقي، وعشان كده انتوا كلكم هتروحوا لنفس المكان لان البيئه الفعليه لتاو تي تشانغ اصعب بكتير وهيكون فيها خدعه سحريه اقوى. بس احنا عايزين نشوف منكم اداء كبير قوي هناك لان الحكام هيشوفوا اللي بيحصل، ولو سمعتوا صوت حكام يا ريت ما تردوش على طول وشوفوا اخر تحديث للمرشد. فبنلاقي ضاف لهم طرق يتعاملوا بيها مع المواقف اللي ممكن تحصل لهم. وفي الاخر بنلاقي بيقول هطلب منكم طلب يا ريت ما تموتوش. فبنلاقي الكل بيخاف من الجمله دي وبيشوف ان هم بيجمعوا عدد كبير قبل ما يدخلوا لان المره دي ما فيش حد معين للفريق. وفي الوقت ده بنلاقيهم بتروح لسيو وبنلاقيه بيسلم عليها وكان معاها اخت توأم. فبنلاقيها بتقول زي كل مره القدر بيفرق بينا، كنت عايزه اتسلى عليك شويه. فبنلاقيه بيقول لنفسه ازاي ما فرقتش بينكم وانتوا الوحيدين اللي معاشين اللي كنتوا بتتعاملوا معايا مع انكم توأم لكن اقداركم مختلفه. وبيشوف قدراتهم وبيلاقي يون بوم في درجه البشر من المستوى الخامس ومعها قدره ال100 ضربه وتصنيف القدره مميز لانها بتدي احتمال كبير لاصابه العدو من على مسافه كبيره لكنها بتتعمل على مستوى العدو والفئه بتاعته. اما يون جيول معاها قدره الضربه الواحده. فبيلاقيه بيقول لنفسه ما فيش حاجه اتغيرت فيهم. في حياتي اللي فاتت يون بوم شافت يون جيول بتموت قدام عينيها في البوابه الثالثه، وبيلاقي نظام بيقول له حاسب هالة النمر الابيض من يون جيول وهي قربت تخسر حياتها. فبيلاقي بيقول لها ايه رايك تدخلي الزنزانه الثالثه معايا؟ فبيلاقيها بتقول له انا اصلا ما كنتش عايز ادخل مع اختي. بس بيلاقيه بيقول لها اختك هتيجي معانا طبعا. وبيلاقيه بيقول لنفسه انا لازم احميها المره دي. وبعدها دخل لارض الصقيع وشرط تطهيرها هي صيد 10 وحوش صقيع من الوادي المتجمد في 10 دقائق. وبيلاقي نظام بيقول له الجو فيه هاله مائيه وده مؤثر على قدره القدر، وعشان كده تم تقليل 10% من الاحصائيات. والتوأم ما كانوش عارفين يشوفوا من الضباب. المهم لما بيشوفوا ارنب كانوا شايفينه كيوت قوي بس ما كانوش يعرفوا ان هي شيطانه واسمها
اسمها ارنب القرن الزجاجي من الدرجه الحشره. وبعدها بيلاقيهم قاعدين وبيشوفوا ايه اللي في المتجر، بس بيلاقيهم بتقول المتجر ده ملوش لازمه مع انه مليان حاجات كويسه، بس مفيش طريقه انك تدور على اللي انت عايزه جواه. هو انت ازاي بتقدر تلاقي اللي انت عايزه بسهوله؟ فبيلاقي بيقول لها لانه شبه لعبه كنت بلعبها قبل كده. بس بيلاقي بيقول لنفسه اكيد لاني بستخدمها بقالي سنين. وبعدها بيلاقي يون بوم اشاره قوس وسهم كسلاح ليها، وبيلاقي يون جيول اشاره مسدس. وبصوا يا جدعان عشان خاطر بجد الموضوع اوفر، احنا هنسميهم بوم وجيول. المهم بنعرف ان الاسلحه اللي اشتروها فادتهم جدا في الصيد لانها مناسبه لمهاراتهم. فبيلاقي سيو بيقول لنفسه في حياتي اللي فاتت بوم كانت احسن القناصين، ولو جيول فضلت عايشه كانت هتوصل لنفس المهاره او كان ممكن يبقوا اقوى بكتير مع بعض. بس بوم اتغيرت لما شافت اختها بتموت، والوش اللي دايما بيضحك ده ما شافش ضحكه بعد كده، وفضلت تصطاد الشياطين كانها بتنتقم لاختها. وفي وقت قليل بقت من كبار الصيادين، فاكتشفتها عشيره سوارمون واحده من العشائر الخمسه الكبرى. بس هي كانت زي الزومبي فقدت احساسها بعد ما خسرت اختها. لكن انهم يكونوا معايا دي حاجه جامده جدا لان قوتهم هتتضاعف لو ما عدوش بالازمات دي، وانا هحمي جيول عشان اختها تفضل تضحك. وبعدها وصلهم لشين، والمره دي انا هكون قادر ان انقذ اعضاء بيهومون اللي بوم قتلتهم بصفتها قناصه سوارمون. بس لازم اخلي بالي كويس قوي من جيول. بس فجاه بيلاقي اختفت من قدامه، فبيلاقي بيدور عليها، وبيلاقي بوم بتقول له هي قالت انها رايحه الحمام بس ما اعرفش ليه بعدت عننا قوي كده. بس بيلاقي سيو بيسمع صوت صراخ فبيجري في اتجاهه، وبيلاقيها مع غو واقعين في حفره، فبينزل عشان ينقذها. بس بيستغرب ان غو وقع معاها، فبيلاقي غو بيتضايق ان جيول مع سيو، وبيلاقي سيو بيقول له عايز حاجه اساعدك فيها؟ فبيلاقي غو بيتعصب وبيقول له انا مش محتاج مساعدتك. فبيلاقي سيو بياخد جيول عشان يمشوا، بس بيلاقيها بتقول له ما ينفعش نسيبه لوحده، انا سمعت ان رجله اتسممت في الهجوم. فبيلاقي سيو بيقول اكيد اتصاب بقرن الارنب، ما تقلقوش هو هيفضل كده شويه وبعدها هيتعافى. بس الاخوين يوم بيلاقيهم بيقولوا بس الارنب اضعف وحش هنا، انا ما كنتش متخيل انه ممكن يصاب من الارنب. فبيسمع جو بيكون متعصب وبيكون عايز ينتقم منهم. بس في الوقت ده بيلاقي واحد بيقول له اكيد لازم اي حد شرير يتعاقب، وانت لو عايز تعمل كده انا ممكن اساعدك. فبيلاقي غو بيقول له انت مين؟ وبعدها بيلاقي سو بيقول لهم خلينا نرجع دلوقتي لان الصعوبه هتزيد بشكل كبير في الليل. فبيلاقي يون قالوا له ما تقلقش احنا بقينا اقوى بعد ما رفعنا مستوى مهاراتنا، ونقدر نفضل هنا عشان نجمع نقاط ونكون اقوى. بس بيلاقي بيقول لهم ما فيش داعي للاستعجال احنا لسه في اول يوم. فبيلاقي واحده بتقول له يعني انت هتيجي معانا بكره؟ فبيلاقي بيقول لهم طبعا. بس فجاه بيسمع صوت قتال، فبيلاقي بيقول للتوأم يطلعوا هم الاول وهو هيروح يجيب حاجه نسيها ويحصلهم. فبيلاقي يشيلوا مجموعتها محاصرين بالذئاب، وبيلاقي بتطلب منهم يهدوا ويقفوا وراها، وبتستخدم قدره الغابه طعن الاشواك عشان تخلص على جزء منهم، وبتعمل منطقه امنه لاصحابها في الفريق. وكانت عارفه ان القتال ده هيكون فيه خسائر. وفي الوقت ده بيلاقيها اتصابت، وبيلاقيها بتقول لنفسها لو كان معايا واحد تاني بيقدر يقاتل كان زماننا خلصنا عليهم. وفي الوقت ده بيلاقي سيو وصل وفعل سيف اللهب وبدا في تعزيز قدرات جين وخلص على الوحوش اللي حواليه وهي ساعدته في القتال. وبعدها بيلاقيها بتقول له الموضوع خلص اسرع مما كنت متخيله، شكرا ليك لانك ما ردتش عليها. ولما رجعوا للقاعه بيلاقي بيقول لها هو انت ليه ما هربتيش؟ كان ممكن تموتوا في المعركه دي، والمفروض لما تحطوا في موقف زي ده تهربوا بسرعه. فبيلاقيها اتعصبت وبتقول له انت ليه دايما بتقلل مني كاني ضعيفه؟ فبيلاقي بيقول لها انا بنصحك هتعملي ايه لو كان الوحش اللي ظهر مخبي قدره سريه، او لو محدش جه عشان ينقذك كان ايه اللي هيحصل لك؟ وفي الوقت ده بيفتكر قتالها مع يونغا، وبيلاقي بيقول لنفسه انا مش هسمح انك تموتي للمره الثانيه. حمايتي اللي حواليكي لما تكوني قويه في الموقف اللي انت فيه لازم تخلي بالك من اللي انا قلته ده، ولو اتعاملتي باي تهور تاني في اي قتال ممكن نهايتك تتكتب فيها. وبيلاقي بيسيبها وبيمشي، لكن فريقها بيروح يطمن عليها وبيلاقيهم بيقولوا ما تزعليش هو ما كانش ينفع يكلمك كده، عايزك تسيبي اللي معاكي يموتوا كده بالساهل. طبعا هو اللي غلطان، بس بيلاقي شين بتقول لهم ما تحطوش في بالكم هو بس كان خايف عليا وجه كمان عشان ينقذني. وبيلاقيها بتقول لنفسها انا مش عارفه هتفضل لحد امتى تحاول تبين نفسك وحش. فبيلاقيها بتروح له وبتقول له شكرا انك مهتم بيا. فبيفقد سيو الامل في انه يبوظ صورته قدامها، واللي بيقول لها شوف اللي انت عايزاه. وبعدها بنروح للهجوم الاول في البوابه الاولى والهدف هو غو. وبنلاقي التوأم يون خلصوا على الوحش اللي قدامهم، وبيلاقيهم بيقولوا احنا كده هنمشي صح؟ بس بيلاقي سيو بيقول لهم لا هنتمشى هنا شويه. وبيلاقي بيقول لنفسه بعد ما الهجوم بيخلص مش بيكون في حد في الزنزانه فتره صغيره، وعشان كده لازم استغل الوقت ده عشان الاقي هدفي ان اصطاد 11 نوع من الوحوش واقدر اخد مكافاه الهوم على الوحش السفلي. بس انا قلقان بسبب ان الهجوم جه اسرع شويه من حياتي اللي فاتت. فبيلاقي سيو بينشط قدره رؤيه القدر، وبيحس بطاقه جلد النمر الابيض قريبه منه، واللي هي الماده اللي معمول منها اللبس اللي هم لابسينه. وبيحس برضه بهاله الشيطان حواليه، فبيصدم ان لسه في ناس تاني هنا. وبيلاقيه بيقول لنفسه اكيد ده سبب الحظ السيء اللي بدا يحصل بسبب غوجين، انا لازم اخلص الموضوع ده دلوقتي. وبيلاقيه بيقول للتوأم انه هيتمشى شويه ويرجع لهم، وبيطلب منهم ما يتحركوش، وكان حاسس ان هم يقدروا يحموا نفسهم. وفي الوقت ده لقى غو قدامه. بيلاقيه بيقول له انا كنت بدور عليك من بدري لاني عايز ارد لك كل الضرر اللي حصل لي بسببك. بس سيو بيلاقيه بيضحك وبيقول له هو انت فاكر انك هتقدر تنتقم مني؟ فبيلاقيه غو بيقول له طبعا لاني شخصيه رئيسيه واقدر اسمع صوت الحاكم. وبيلاقي طاقه كبيره قوي طالعه من هجومه، وبيلاقيه بيقول له جهز نفسك للهجوم وشوف قوه الحاكم. فبيلاقي سيو بيقول له انه كان حاسس وبيفتكر بيه لما كان بيقول الحاكم بيتفرج عليك من وقت للتاني. فبيفعل سيو قدره رؤيه القدر، وبيلاقيه في الدرجه الاولى ولقبه الطاعون القاتل. وبيلاقيه بيقول له طبيعي الحاكم يختارني انا لاني شخصيه رئيسيه، وبنعرف ان اللي بيختارهم الاساطير بيكون اسمهم اشباه الاساطير بسبب قوتهم الكبيره. بس بيلاقي سيو بيقول لنفسه انا واثق اني هكسب لان رتبتي سماويه متدنيه ومعايا نقاط حياه، ده غير القوه اللي خدتها.
وبنشوف قوه الحاكم اللي معاه واللي بتكون من الدرجه الاولى وبتخلي الخصم اللي قدامه يعني لما يهاجموا بيها ويصاب بالعدوى كمان. فبنلاقي سيو بيقول لنفسه الاحسن ان نوفر نقط الحياه دلوقتي، وبنلاقيه بيمشي وبيولع في الاشجار، وبنلاقي غو بيروح وراه وبيكون فاكر انه بيهرب، بس فجاه بيلاقي خنازير كتير هجموا عليه. فبنلاقي غو بيهجم عليهم وكان عايز يوصل لسيو، بس في خنزير ضربه بقوه كبيره واصابه. وبعدها سمع الحاكم بيقول له انا جيت اتفرج عليك لاني سمعت عن قوتك الكبيره، بس باين ان قوتك مش ماشيه مع رتبتك خالص، وانا مش بحب الضعفاء. فبيتعصب غو باللي بيقول لسيو ده اللي انت عايز تشوفه؟ عايز نزحف قدامك؟ بس بنلاقي سيو هجم عليه بالسيف وبنلاقيه بيقول له لا انا عايز اخلص عليك. فبنلاقي غو طلب من الحاكم انه ينقذه، بس بنلاقي سيو بيقول له ايه رايك انت قمت زي ما انت عايز ولا لسه؟ انا واثق اني لو سبتك هتعمل لي مشاكل بعدين. بس في الوقت ده بنلاقي بوم بتفضل تنادي على سيو، بس بنلاقيه بيقول لغو انت محظوظ وشكلك مش هتموت دلوقتي، بس اتاكد انك لو وقعت قدامي تاني دي هتكون نهايتك. وبعدها بنلاقي بوم بتقول له في قطيع من الخنازير بيجروا ورانا وخدوا جيول في طريقهم، وبعدها اختفت. وفي الوقت ده سيو بيفتكر كلام الناس عليه في حياته اللي فاتت وانه بيرجع من اي مكان مليان دم، وبنلاقيه بيقول لنفسه انا دلوقتي بقيت اخلص على اي حد يقف قدامي، بس كل اللي حصل للناس اللي حواليا كان بسببي. وبنلاقيه بيقول لبو ما تخافيش انا هلاقيها، بس بنلاقيها بتقول له هدور معاك. بس سيو بيرد بيقول لها مفيش داعي انك تيجي معايا، لكنها كانت مصممه. بس سيو بيقول لها الوضع خطير جدا ولو حصل لك حاجه انت كمان مش هسامح نفسي. بس بنلاقيها بتقول له بس انت قلت لي ما امشيش لوحدي، اكيد لو فضلت هنا برضه هكون في خطر. فبيوافق سيو انها تيجي معاه. وبعدها بنلاقيه بيقول لنفسه مش عارف جيول ماتت ازاي في حياتي اللي فاتت، بس بتمنى ان اقدر الحقها في الحياه دي. وبنلاقي بوم بتقول له مفيش اي اثر لوحوش هنا. وبنلاقيه بيقول لنفسه ده لان الشياطين منخفضه المستوى مش بتقدر تدخل المنطقه دي، بس لا وحش ضخم قدامه. فبنلاقيه بيشد بوم وبيقول لها ما تطلعش صوت لان اللي قدامهم وحش ثلجي من الدرجه الثالثه واسمه دونغا، وهو مش بيظهر غير قدام الرئيس بتاعه وبيقدر يسمع كل الاصوات اللي حواليه. لكنه اتصدم لما لقى الوحش شايل جيول، وبوم ما بتستحملش وكانت هتضرب الوحش بالمسدس بتاعها، لكن سيو قدر يلحقها وكتم بقها. وبنلاقيه بيقول لها تستنى. وبعدها بنلاقيه بيفعل قدره سرقه القدرات، لكنه مليش اي حد ميت حواليه، فعرف ان جيول لسه عايشه. وبنلاقيه بيقول لبوم لو هجمنا عليه بالشكل ده اختك هتكون في خطر، هو هيروح للعش بتاعه دلوقتي، لازم نستنى لحد ما يسيبها. الاحسن اننا نتجنب القتال معاه خالص. خلي بالك اول ما يسيبها اضرب عليه النار عشان تجذب انتباهه، واجري في اتجاه البوابه واوعي تفكري تواجهيه وانا هجيب جيول. وبيكون واثق ان هي تقدر تعملها. وفعلا اول ما الوحش يسيبها بنلاقي بوم فضل يضرب عليه النار والوحش جري وراها. وفي الوقت ده سيو راح لجيول ولقيها مغمى عليها، فبنلاقيه بيقول لنفسه انا مش هقدر اوقفها دلوقتي، لازم اشيلها لحد ما نطلع من هنا. لكنه لقى وحش تلجي قدامه فاستغرب وليه بيقول ما كنتش عارف ان في وحشين، باين كده اني ماليش حظ في الحياه دي، وراح يهجم عليه. وفي الوقت ده الوحش اللي بيجري ورا جيول بنلاقيه سابها فاستغربت وفضلت تضرب عليه النار. وبنلاقيها بتقول له يجي وراها، لكنه كان راجع للوحش التاني عشان القتال. وبنلاقي الوحش التاني بيهجم على سيو لكنه بيتفادى الهجوم بتاعه، بس لقى الوحش الاولاني جاي في اتجاهه بيجري وكان محاصر بالوحشين اللي فضلوا يضربوا فيه، لكنه كان بيتفادى الهجوم بتاعهم، فحط جيول في الارض وولع النار حواليها عشان ما حدش يقرب منها. وبعدها بنلاقيه بيقول انا هحول الوحش ده لرماد، وليهم بيهجموا عليه. فبنلاقيه بيطلع سيفه وليه بيقول اكيد سيفي هيجيب نتيجه معاهم، وزود الرشاقه بتاعته 18 نقطه. وبعدها بنلاقيه بيتفادى هجماتهم وكان بيهجم عليهم وبيستغل سرعته وبيخليهم يضربوا في بعض لحد ما الجليد اللي تحتهم بيتدمر وبيقدر يخلص على واحد فيهم والتاني كان هيقع وراه. فبنلاقيه بيقول لنفسه البيئه اللي حواليا مساعداني، انا هسيب التاني يقع ورا اخوه عشان ارتاح منهم. بس الوحش التاني لما لقى نفسه هيموت قال عليا وعلى اعدائي وضرب الجليد بقوه دمره وخد سيو معاه، بس شين بتلحقه قبل ما يقع. وبنلاقيها بتقول له انت لو كنت وقعت كنت هتتكسر 100 حته، كويس اني جيت في الوقت المناسب. فبنلاقي سيو بيشكرها، بس بنلاقيها بتقول له اشكر بوم هي اللي جابتني لهنا، المهم ما تتحركش وانا هسحبك. بس بنلاقيه بيقول لها انه هيطلع لوحده، ولما طلع لا بوم خايف على جيول وبتحاول تصحيها. فبنلاقي سيو بيقول لنفسه هي ماتت ولا ايه؟ هو انا مش هقدر اغير حياتي اللي حواليا؟ لكنه بيلاقي جيول فات وبنلاقيها بتقول الجو برد قوي هنا ومش بتكون عارفه هي فين. بس في الوقت ده ظهر لسيو اشعار ان حراره جسم جيول بتنزل، فبنلاقيه بيجري في اتجاهها عشان ينقذها، لكن ظهر له اشعار ان البروده دي بدات تختفي وبكده اتغير مصير جيول، وبسبب اللي عمله اتغير مصيره هو كمان. رتبه الحشره ارتفعت للمستوى الثاني في رتبه البشر، لكنه بيصدم وليه بيقول اللي حصل ده مستحيل، مصير الرتب عمره ما بيتغير. ولا بوم بتشكره لانه انقذ اختها. وبنلاقي شين اديتها حبايه عشان تخفف الالم اللي هي حاسه بيه، فبيفرح سيو وليه بيقول لنفسه اهم حاجه ان جيول لسه عايشه. وبعدها بنرجع لغو وبنلاقي الحاكم بيقول له هو انت كويس؟ قول لي ازاي اساعدك. بس غو بيتعصب عليه وبنلاقيه بيقول له انت اكيد بتضحك عليا، ازاي انت حاكم ومش قادر تساعدني؟ بس بنلاقي الحاكم بيقول له انت رغاي قوي ما تتحركش من مكانك عشان اصابتك. وفي الوقت ده بنلاقي جين بيجي له فبيقول له غو سيو هجم عليا وانا هربت منه، الواد ده شرير وانا البطل بتاع الحكايه دي، احنا لازم نخلص عليه. بس بنلاقي جين بيقول له لو انت كنت البطل بجد كان زمان خلصت عليه بكل سهوله، لكنه قدر يهزمك. بس بنلاقي غو بيقول له مش فاهمك تقصد ايه؟ فبنلاقي جين بيقول له انا كنت فاكر انك البطل بس مش قادر تستخدم قوتك بشكل كامل لاني معاك، بس باين كده اني كنت غلطان. فبنلاقي غو بيقول له لا مش غلطان، انا الشخصيه الرئيسيه، يا ريت تساعدني عشان اطلع من هنا. بس بنلاقي جين بيقول له لو انت البطل المفروض تقدر تطلع من هنا لوحدك، وكان هيمشي ويسيبه. بس بنلاقي غو بيقول له انا فعلا مش البطل، بس ساعدني طلعني من هنا ما
تسيبنيش. بس بنلاقي جين بيقول له لو انت مش البطل يبقى انا هضيع وقتي معاك ليه؟ انا مش محتاج حشره زيك تكون جنبي. وبيليه بيمشي ويسيبه، فبيبدا غو يصيح عشان ما يسيبوش ويرجع ينقذه. وبعدها بنلاقي سيوكا بيواجه جيش من الشياطين اللي بيكونوا محاصرينه من كل حته، لكنه خلص عليهم كلهم. والتوأم يون بيخلصوا على مجموعه كبيره منهم وكانوا بينسبوا الفضل لبعض. فبنلاقي سيو كان فرحان بكلامهم، لكنهم اتخضوا لما حسوا بقوه كبيره. ولا يونغ بتقول انا هرحمكم لو سلمتوا لي سيو. بس بنلاقي التوأم وجهوا اسلحتهم في اتجاهها، واليوم بيقولوا لها انها بتحلم. فبنلاقي سيو جري في اتجاههم وطلب منهم ما يهجموش عليها، بس بنلاقي الشياطين اللي كانت ورا سيو مسكته وما كانش عارف يتحرك بسببهم. وبنلاقي يونغ خلصت على التوأم. فبنلاقي شاف جثث على الارض باصين في اتجاهه بيقولوا هو انت ورطتنا معاك ليه؟ احنا كنا هنعيش لو وجودك معانا، ليه ما انقذتناش منها؟ وشاف واحده بتقول له ما كانش المفروض نجيبك معانا هنا. وهو كان مصدوم ومش قادر يعمل حاجه. وظهر واحد وراه بيليه بيقول له احنا متنا بسببك. بس بنعرف ان هو كان بيحلم. وبيليه قام وبيغسل وشه. وبيليه بيقول ده كان مجرد حلم، اللي حصل ده مش هيحصل في المستقبل. بس هل ده تحذير انه قريب قوي؟ بعدها ظهر له اشعار ان بوم بدات تحس انه كويس معاها، فقدرهم هما الاثنين بدا يتشابك. ونفس الموضوع مع جوال. بس سيو بيليه بيقول انا لازم اخلي في مسافه بيني وبينهم عشان ما يزوموش معايا. وبعدها بيلاقيهم عند اوضته بيقولوا له انت اكيد مش بتكرهنا صح؟ فبيليه بيرد بيقول لهم طبعا مش بكرهكم لكني مشغول شويه. بس بيلاقيهم بيقولوا له لكن شين جايه معانا. فبيليه بيقول لنفسه كويس ان شين معاهم كده هي هتخلي بالها منهم. وبيليه بيقول لهم كويس انكم معاها، هي شخصيه كويسه. بس بيلاقيهم بيقولوا له طب وانت مش هتكون معانا؟ فبيليه بيقول لهم المره اللي جايه ان شاء الله. وبيليه بيقفل الباب. وبعدها بنلاقي واحده بتقول لاختها حاسه انه بدا يبعد عننا بعد اللي حصل. بس بنلاقي اختها بتقول انا واثقه ان عنده سبب. وبعدها بنلاقيهم نزلوا وقالوا لشين انه رفض. فبنلاقي شين بتقول لهم مفيش حاجه تاني في ايدينا، هندخل البوابه الرابعه لوحدنا. وبنعرف ان اسمها بوابه التحقيق، وشرط انك تعدي منها انك تقتل الارواح الشريره في المتاهه الحاده وتجمع يشم. فبنلاقي التوأم فرحانين وبنلاقيهم بيقولوا الجو حلو قوي في الغابه، باين كده ان البوابه دي هتكون ممتعه. بس بنلاقي شين بتقول لهم خلوا بالكم في حاجه جايه. وبنلاقي التوأم بيقولوا انه سحر، فحاولت تتصدى للحاجات اللي بتطير ناحيتها. بس بنلاقيها صابت في ايديها وبنلاقيها بتقول انا حاسه ان البوابه دي خطيره. وبنعرف ان بوابه التحقيق عباره عن غابه ملهاش نهايه ومفيش اي تغيير في التضاريس فيها. وبنلاقيهم بتقول هناخد وقت عشان نقدر نجمع 1000 يشمه. فبنلاقي شين بتقول لهم خلينا الاول ندور حوالينا ونشوف هنقدر نجمع قد ايه. وبنلاقي بوم بتقول لجيول ما تمشيش بعيد عننا بقى. بس بنلاقي جون بتقول لها ما تقلقيش انا مش صغيره. بس بوم بتقول لها سيو قال لي ما بعدش عنك وخلي بالي منك. فبنلاقي جول بتقول الموضوع كان هيبقى احسن بكتير لو جه معانا. فبنلاقي شين بتقول لنفسها باين كده انه كان مخلي باله منهم وافتكرته لما كان بيتعصب عليها من خوفه عليها وقال لها ما تحطش حياتها في خطر لاي سبب. فبنلاقي بتقول لنفسها باين كان ان سيو طيب قوي. بس فجاه بتلاقي جول بتقول في حاجه هناك وكانت رايحه تشوفها. بس بنلاقي شين بتقول لها اوعي تتحركي من مكانك. لكن بنلاقي جول كملت وبنلاقي دم بقى في كل حته. وفي الوقت ده سيو كان قاعد بيلعب مع بيضه مجهوله ودي تصنيفها هيتقيم بعد الفأس، ولو احتفظ بيها لفتره معينه هتفقس وشكلها يعتمد على الاكل اللي بتاكله. بس مش معروف ايه الحاجات اللي هتطلع منها. البيضه دي هي اللي اخدها كجايزه بعد ما هزم وحش التلج وممكن تفقس على شكل 11 وحش. بس ده بيعتمد على الاكل اللي هتاكله قبل عمليه الفأس. فبنلاقي سيو بيقول لنفسه انا دلوقتي عرفت ايه الوحش اللي انا عايزه تفقسه، ما ينفعش اخليها تاكل اي اكل عادي. بس بنعرف ان البيضه دي مش الحاجه الوحيده اللي هو خدها، لانه بعد ما خلص على الوحش فعل سيرك دي قدرات وخد مهاره غريزه المكافحه وعنصر المياه، فغير الخاصيه بتاعته من النار للميه. وبنلاقيه بيقول لنفسه ما قدرتش اجيب سلاح مناسب في البوابه لاني فضلت اشتري اكل مقاوم للميه. بس حلو قوي اني بقيت اسرق العناصر كده، المره اللي جايه انا هقدر اجيب السلاح اللي انا عايزه. وبعدها بنلاقيه داخل البوابه وكان بيقول لنفسه البوابه دي مش خطيره قوي، بس هل هم كويسين مع انهم لسه مبتدئين؟ بس طبيعي ان هم يكونوا كويسين. وبعدها بدا يلاقي حاكم بيحاول يتكلم معاه فكان هيلغي التواصل معاه. بس بنلاقي الحاكم بيقول له على طول كده ده انت حتى ما اتفاجئتش. بس بنلاقي سيو ما كانش معاه طاقه كفايه عشان يلغي التواصل. فبنلاقي الحاكم بيقول له عجبتني وشجاعتك بس هو انت مش متحمس لوجودنا مع بعض؟ وظهر له اقتراح من حارس التحقيق انه يستمتع بالمغامره دي. فبنلاقي سيو فتح المتجر وبنلاقيه بيقول لنفسه اكيد ده حاكم الارض دي. حاكم الارض بيتحكم في المنطقه ولو خدت مساعده منه تقدر تبقى اقوى من اي مستيقظ، لكنه مرتبط بالارض اللي بيحكمها وبس. وبره الارض دي دعمه مش بيكون ليه اي فايده. والبوابه اللي موجوده هنا اسمها متاهه التحقيق، وما دام الحاكم اللي هنا متحمس يبقى ما فيش داعي نقلق. وبعدها بنلاقي الشيخ خريطه الارض السحريه وبنلاقيه بيقول مش عايز غير نعرف الطريق اللي همشي فيه، بس معدل البحث الحالي كان 1% بس. وليسي بيقول لنفسه مع ان الخريطه دي لسه مرسومه لكن اتحط فيها علامه للخروج وكل ما اتحرك هيكون في علامه على الطريق. والنظام بنلاقيه بيقول له ان في اكتر من مدخل للبوابه. فبنلاقي بيقول لنفسه هل هلاقيهم في المقاطعه الرابعه؟ وبنعرف ان المتدربين بيروحوا لمناطق مختلفه، وفي الجزء الثاني من البوابه لما بيكون في اعداء هيحصل هجوم مشترك للمتدربين مع مناطق مختلفه. فبنلاقي سيو غير علامه المدخل لمدخل المنطقه الثانيه. ولا الحاكم بيقول له هو انت بتدور على حاجه؟ لو عايز تلاقي اي حاجه قول لي وانا هوصلك ليها. بس سيو مش بيرد عليه. فبنلاقي الحاكم بيقول له هو انت مش سامعني ولا ايه؟ فبنلاقي سيو بيقول له بص انا مش متحمس للتعاون معاك فيا ريت تسكت شويه. وفي الوقت ده ظهر له اشعار بيقول له سيد النيران استخدم عنصر الحاكم وهيتم تنشيطه بعد 10 دقائق. وبعدها ظهر له اشعار تاني وبيكون مكتوب فيه سيد النيران بيشجعك انك تقبل نفسك، هل عايز تكون متحمس؟ وبيقول له بعدها كل الحكام مهتمين بيك بس انت عندك خصائص النار وانا هقدر اوهلك اكتر. فبيقول سيو لنفسه انا مش متعود على اللي بيحصل ولكني مش هقبل ولا واحد منهم. فبيسالوا سيد النيران عن سبب الرفض ده وبيقولوا ان دي فرصه مش هتتكرر وانه كان بيراقبه. وبعدها بنلاقي سيو بيخلص على وحش وبياخد 36 يشمه وبيقول لنفسه انا ممكن اجمع 1000 يشمه من غير ما اقتل 1000 وحش لان قيمه الوحوش بتختلف حسب قوتها. وبنعرف انه لو خلص على حشره شيطانيه هيحتاج 1000 ولو خلص على حشره ثانيه هيحتاج 334، اما لو خلص على شيطان فهيحتاج
لك بس 100. وبنلاقيه بيقول لنفسه في حياتي اللي فاتت ما كنتش اقدر اخلص على الشيطان، بس المره دي الوضع مختلف، بس انا لازم ادخل جوه غاب اكتر. بس هو ماشي بيشوف فخ مليان دم فبيتصدم وبيقول مستحيل، هو الشخص ده جه هنا. وبنعرف ان ده قاتل مقنع وكان عايز يخلص على سيو في حياته اللي فاتت، بس شين كانت قريبه منه وانقذته، ولكنها خسرت عينيها في القتال ده. وبعد كده هرب ومحدش قدر يعرف هو مين، فبيخاف وبيقول لنفسه هم قابلوه قبلي ولا ايه؟ هل ممكن يكون الدم ده بسبب قتالهم؟ وبيفضل يدور عليهم لحد ما بيلاقي جيل مرميه على الارض وبيكون في ناس حواليها، فبيروح وبيطلع سيفه وبيحط عربة واحد وبيقول له يبعد عنها. وبعدها بيلاقي الامير بيقول هو المتدرب المفقود ده رجع ولا لسه؟ فبيرد واحد وبيقول له اكيد مات، ده غير ان غو لسه ما رجعش. فبيقول له بيه هو انا المفروض اروح ادور عليه؟ ولكن الامير بيقول له احنا ما ينفعش نتدخل في اختبارات التلاميذ، وغير كده احنا قلنا لهم انهم ممكن يموتوا جوه، بس المشكله دلوقتي ان في اكتر من هجوم حصل في المنطقه الاولى واحنا لازم نخلص على الهدف اللي في المنطقه الثانيه، وما ينفعش نسيب المنطقه الاولى تغلبنا. وخد باله ان بيه لسه زعلانه، فبنلاقيه بيقول لها لازم تبسطي المواضيع اكتر من كده، ما ينفعش تزعلي على اي حد يموت، وانت كمان كان ممكن تموتي. وطبعا هنا السكريبتر قال على بيه انه ولد وانا هحاول اصلح وراه، فلو لقيتني في اي لحظه قلت بيه ولد قولي في الكومنتات كام مره. المهم بنلاقي بيه بترد وبتقول له بس في حاجه تانية مضايقاني، بعد ما خلصت تنظيم البيانات راجعت قائمه المتدربين في المناطق التانية وعرفت ان في قاتل متسلسل بين المدربين. وبنرجع نشوف سو وهو حاطط سيفه على رقبه واحد وبيقول له يبعد عن جيول، فبيتخض التاني وبيقول له اهدى وخلينا نتكلم. بس سو بيفعل مهاره عين القدره عليه وهو بيقول له احنا بنعالجها، والترياق ده بيتباع في المتجر. وهو بيعرف سيو ان اسمه جون وانه من الدرجه الثالثه والعنصر بتاعه النار، وباقي فريقه بيقولوا لسيو يشيل سيفه. وهو بيعرف ان جيول مصابه بالحمى والشلل، فبيقول لنفسه لازم تاخد الدواء بسرعه. وبعدها بيقول لهم طب اللي يخلينا نثق فيكم. وفي الوقت ده شين جت وبنلاقيها بتقول له انهم مش اعداء، وواحده منهم كانت مع شين وبتشرح وبتقول هي وقعت في فخ كنا عاملينه للوحوش، بس احنا ما كناش عارفين ان في ناس ثانيه في المنطقه اسفين. وبيكون اسمها ريونغا حارسه على عشيره شو. وبتكمل وبتقول وعشان كده قررنا نعالجها، وانا كنت بشيل باقي الفخاخ اللي في المنطقه. فبيعرف سيو انها صياده فريده من نوعها، وعدد الفخاخ اللي بتقدر تعملها بتزيد حسب مستواها وبيكون ليها تاثير على الوحوش. فبيقول سيو لنفسه تقريبا كده دي اقوى واحده في المجموعه، بس هو ده مريب جدا. وبيكون قصده على جون لانه بيقدر يخفي جسمه، ولكنه بيكمل وبيقول ولكنه ضعيف على انه يكون قاتل مأجور ومفيش قدامي غير ان اخلي بالي منهم. وبياخد جيول بعد ما خلصت علاج وبيقول لنفسه حتى لو ما كانش القتال وسطهم ولكن خطر ان اتعامل مع افراد المنطقه الرابعه. وعلى بالليل بنلاقيهم مخيمين ومولعين نار. وبتقول يون لشين دي اول مره ننام فيها بره. فبترد اختها وبتقول لها شكلك خوافه قوي، ولكنها بترد وبتقول هو انت مش خايفه من الوحوش؟ ولكن سيو بيحط حاجه في النار وبيقول ما تخافوش ده مان سوهيانغا هيطرد الوحوش اللي حوالينا، انا جبته من المتجر. فبيستغربوا من المعلومات اللي عنده، وواحده منهم بتعرض عليه انها تكون تلميذه عنده، واختها كمان عرضت عليه نفس عرضه وبتقول انها تبقى احسن منها. وفي اللي يتخانقوا في مين هيكون احسن من التاني. فبيقول سيو لنفسه انا مش هكون معلم لاي حد فما تخافوش. ولكن في نفس الوقت سمع صوت بيقول انا عايز اشوف من معاكم. فاتخض سيو وقام بسيفه وقال لهم ان هو هينام لوحده، وكان بيقول لنفسه انا كده بحطهم في خطر، المفروض ما اقربش منهم، ده غير ان عندي حاجات تانية اعملها. وبنلاقيه بياكل بيضه اوراق شجر ولكنها بترفض وطلبت لحمه، بس سيو اكلها عافيه ولكنه قلق على اصحابه فرجع عشان يطمن عليهم. وكان في حكام بيتكلموا فقال لهم يوطوا صوتهم لانه مش سامع صحابه وبيفتكر ايامه معاهم في حياته اللي فاتت. كان هو وبوم دايما بيتخانقوا مع بعض وشين كانت بتتفرج عليهم وبتبتسم. فبيقول لنفسه ساعتها كنت عايش حياه طبيعيه، بس انا دلوقتي بتمنى ان اعيش ايام زي دي تاني. ومع ان حياتي كان فيها حاجات صعبه بس الذكريات دي هونت عليها كتير. وفجاه شم ريحه غريبه ولقى دببه بيقربوا من صحابه، فراح بسرعه عشان ينقذهم. وشين استغربت لما شافته وافتكرت انه نسي حاجه وجا عشان ياخدها، ولكنه قال لها هو انا بعد ما مشيت حد ضرب منكم؟ فبتقول له لا. فاستغرب سي اكتر لانه لقى خوخ ساحر الوحوش، وده من طبقه الحشرات الدرجه الثالثه، ولما بيترمي في مكان الوحوش بتقرب منه. وبيكون مستغرب كمان لان مفيش اشجار للفاكهه دي هنا، ومع ذلك المكان مليان بيها، ومعنى كده ان كان في حد قاصد يرميها. وبيكون متاكد ان ده القاتل المتسلسل، فبيشك ان معاه فن الاختباء. بس سيو بتقول له جين عدى علينا من شويه. فبيستغرب سيو بيقول لها بس ده من منطقه تانية. فبيصدم سيو بيقول لنفسه هو ممكن يكون هو القاتل المتسلسل، مش عارف هو بيفكر فيه. وبيليه بيقول لهم في ثمار كتيره من فاكهه ما بتجذبش الوحوش هنا. فبتقول له شين ده معناه ان في حد عايز يأذينا. فبنلاقيهم بتقول مين هيعمل كده؟ فبيرد سيو بيقول الحاجه الوحيده اللي اعرفها دلوقتي اننا لازم ما نامنش لاي حد حوالينا، انا هرمي الثمار دي بعيد. بس في الوقت ده القاتل المتسلسل بيكون مستخبي ورا شجره. فبيقول سيو نفسه انا حاسب بحاجه
حاجه ولكنها فجاه اختفت. وبنشوف جين وهو بيخلص على الوحوش والشياطين اللي حواليه وبيقول لنفسه مفيش متعه في اللي بعمله، مفيش منافسين ولا حتى في حاكم يرعاني، يا دوب بقتل الشياطين وبس، هو انا ايه فايدتي في الحياه؟ وبيسمع شين وهي مستغربه من قوه سيو، فبيقول لنفسه هو اول واحد قدر يطهر غرفه وقتل وحش مستوى زعيم وانقذ كل اللي حواليه، بس ليه في غرفه اللهب غو دخل معاه وبعد كده سابه؟ هل خطه سيو من الاول انه يجمعني مع غو؟ هو ممكن يكون عارف بالزمن وعشان كده عارف الاستراتيجيات والمكافآت وعايز يحتكر المكافآت لنفسه. انا دلوقتي فهمت كل حاجه ولازم الاقي سيو. وبعدها بنروح لسيو وبنلاقي معدل البحث بتاعه وصل ل 35%، بس حاكم قال له مش ناوي تصطاد ولا ايه؟ انت ما جمعتش غير 200 يشمه. وواحد تاني بيقول له مركز مع الخريطه كده ليه؟ انا على فكره خبير خرايط، خليني اساعدك. بس هو بيرد وبيقول لهم ساعدوني ازاي وانتوا ما شفتوش اللي رمى فاكهه؟ فبيردوا وبيقولوا انهم ما شافوهوش، ولكن سيو بيقول لنفسه بيكذبوا، مفيش حاجه ممكن ما يشوفوهاش. ولكن بيلاقي واحد منهم بيساله على اللي بيدور عليه، بس سيو بيقول له ان ده سر. وفضل وقت طويل يدور لحد مستوى الاحساس وصل ل 25 واحساسه بقى دقيق جدا وبيلاقي شم ريحه دم بشري، ففعل قدره سرق القدرات. ولكنه لقى قاتل متسلسل بيهجم عليه فجاه، والنظام قال له ان مفيش حد ميت حواليه. وبيلاقي قاتل بيقول له اول لما بتحس ان في حد في خطر بتروح له على طول، ولكن سيو بيقول له انه قاتل ومش من حقه يتكلم. فبيرد القاتل وبيقول له عرفت منين اني اللي قتلته؟ انا لازم ما اسيبش اي دليل ورايا. وبنعرف ان هو ده جون ومع مهاره اندفاع القاتل، ودي بتمتص 10% من احصائيات اللي بيقتله، بس الكارما بتتراكم عليه. فبيصدم سيو لان احصائيات جون اترفعت للضعف. فبيقول له سيو هو انت قتلت قد ايه عشان قوتك تبقى كده؟ فبيرد جون وبيقول له هو انت ما تعرفش اني قتلت كتير قوي؟ فبيقول له سيو يعني مش مكفيك انك تصطاد وحوش والشياطين؟ فبيرد جون وبيقول له بصراحه صيدهم ممتع، بس انا عندي قدره بتخليني اخد قوه الناس، فليه اضيع القوه دي على الفاضي؟ انت لو كنت مكاني هتعمل كده؟ ولكن سيو بيقول له تبقى غلطان لو فاكر الكل زيك. وبدا يثبت الحواس بتاعته وقال لنفسه هو اختفى ولكني قادر احس بيه. وبعدها صد لهجوم جون وقال له كنت فاكرني مش هلاقيك؟ فبيستغرب جون وبيقول له انت قدرت تصدها ازاي؟ باين كانك قوي وتستحق فعلا ان ناخد قوتك. بس صد للهجوم بتاعه وكان متوتر لان غريزه القتل اللي خدها من وحش ما اشتغلتش، ودي المفروض تشتغل اول لما يواجه حد اقوى منه. بس بعدها غريزه القتل اكتشفت فرق القوه بينه وبين جون فاتفعلت بنسبه كبيره. وبعدها بيلينسيو بيقول له عايز تخلص عليا صح؟ فبيصدم جون وبيقول لنفسه ازاي فجاه بقى اقوى مني؟ انا لازم اخلص عليه. بس فجاه اختفى وظهر وراه وفضل ينادي على سيو، فراح سيو عشان يهجم عليه. بس جون قال له طبيعي اللي انا عملته ده، بعد ما كسبت قوه زي دي ما كانش ينفع ما استخدمهاش. وضرب سيو وبعدها كان هيهرب، ولكنه رجع وقال هو انت كويس؟ احنا دلوقتي هنكون صحاب. بس سيو بيرد وبيقول له دور لك على صاحب غيري وبيفعل قدره التعافي. بس جون قال له فكر في الموضوع كويس، انا معجب بيك وكل اللي حوالينا ما لهمش لازمه، فانا عايز اكون الشخصيه الرئيسيه الثانيه معاك. ايه رايك نعمل هدنه ونعمل عظمه للاساطير؟ وبعدها اصحابه بيدوروا عليه، فبيقول لنفسه انا كده ممكن اتكشف لو حد شافني، وعايز اخلص من الواد علشان ما اسيبش شاهد عليا، انا لازم اكون اقوى. فراح وجري عليهم وقال لهم انا لقيت جثه في غابه وكنت بدور على الجاني، بس عمل نفسه انه مصاب قدامهم. فبيردوا بيقولوا له هو انت كويس؟ عايز طيب تتعالج؟ ولكنه شكرهم وفعل قدره الدافع للقتله وخلص عليهم وخد 10% من احصائياتهم، والكارما زادت كمان. فبيديله حاكم الخوف من الموت قلاده السيف كمكافاه، ودي بتزود القوه العضليه بنسبه 10%. فبيفرح وبيقول حلو قوي انا كده هكون قادر اخلص على سيو. بس الدنيا بدات تمطر وخسر من احصائياته، ولكن الحاكم قال له ما يخافش لان سيو عنصر النار وبكده قوته هو كمان هتقل. فقرر جو انه يدور عليه قبل ما المطر يزيد. وفي الوقت ده سيو كان بيقطع في الاشجار وكان فاضل له شجره واحده، بس جون هجم عليه ولكنه استغرب لما لقاه قدر يتصد لهجوم. بس من قوه الهجوم سيف سيو اتاكل، فقال جون انه ضعيف وراح وكان هيخلص عليه وقال له لو اعرف انك بالضعف ده ما كنتش قتلت كل دول، ما اعرفش ان الفرق بيننا. كان بسيط قوي كده. بس سيو ابتسم وفجاه قوته زادت لانه غير السمه بتاعته للماء، وتاثير المطر على سمه النار اتلغى ورجعت احصائياته لطبيعتها، وزادت احصائياته بنسبه 10% بسبب قوه جون. وطاقه جون قلت بنسبه 20%. فبيصدم جون وبيقول للحكام مش انت قلت لي ان هو كمان هيتاثر زيي؟ فازاي طاقته بتزيد؟ فبيقول له سيو هو ناتشل اللي قالك كده؟ وفي الوقت ده الحاكم قال لجون انا ما ضحكتش عليك وبدون اي حاجه، المفروض تكون اقوى منه بكتير. فبيرد جون وبيقول له انا مش عارف هو عمل ايه عشان يغير الوضع، وكسر السيف بتاع سيو وقال ولكن اللي اعرفه اني لسه اقوى منك، وضربه بقوه كبيره وراح عشان يخلص عليه وقال له انا استمتعت بالقتال معاك وبعد ما اخلص عليك هروح اخلص على اصحابك. بس في برق ظهر ورا سيو وبنلاقيه خلص على جون بجذع شجره. فبيصدم جون ومش بيكون عارف ازاي عمل كده، وبنلاقيه بيقول ازاي الضعيف ده عمل كده؟ فبيرد سيو بيقول له ممكن عشان مش ضعيف. فطلب جون من سيو انه يخلص عليه، وفعلا سيو فعل مهاره سرقه القدرات وخد القدره بتاعته. وبعدها بنشوف سيو بيقول لنفسه المكاسب المره دي كبيره قوي، انا خدت سيف الصاعقه الضربه وده سيف اتعمل
من فروع الشجره الروحيه اتضربت بالبرق وده زود قوتها. وبنرجع فلاش باك وبنلاقيه بيقول لنفسه عشان اخد سيف الصعقه لازم ادور على الشجره الروحيه واقطع كل الاشجار اللي في المكان. وبنلاقيه حط منت الصواعق فوق الاشجار، ده غير انه خد احصائيات ومعدات جون وبشكل غير متوقع احصائيات كشف القدر كمان زادت. وبعدها بنلاقي جين بيقول لسيو انت اللي قتلته؟ ليه بتهجم على الحشرات الضعيفه دي؟ سيبهم للناس اللي محتاجينهم. بس هو جون راح فين؟ فبيستغرب سيو بيقول لنفسه ايه اللي جابه دلوقتي؟ هو المفروض يكون بيحرس البوابه الرابعه. وبنرجع فلاش باك تاني وبنشوف سيو حاطط سيفه على رقبته وهو قال له باين كان في سوء تفاهم، انا عايز اخليك تثق فيا. بس سيو قال لنفسه انا لازم استغله واخليه معايا. فبيرد وبيقول له عشان اثق فيك اعمل اللي هقول لك عليه. فبيقول له جين عايز نعمل ايه؟ فبيلاقيه طلع له خريطه وقال له يحرس البوابه الرابعه ويمنع جون من انه يهرب. وبنرجع بقى لحاضر وبين جين بيقول له بقالك كام يوم مش باين، اكيد قدرت تخلص عليه فيهم. بس يقول له انا ما لقيتوش، ممكن يكون هرب. ولكن جين قال له مستحيل، انا متاكد انك خلصت عليه والقلاده اللي انت لابسها دي منه كمان. فبيرد سيو بيقول له السيف بتاعي هو اللي ادهاني. وطبعا بقى السيف بدل حاكم عشان انت فاهم بقى حرام. المهم السيف بتاعي هو اللي ادهاني والسلاح جبته من المتجر وفعلا انا ما اعرفش اي حاجه حصلت معاه. فبيقول له جين ما دام انت قلت كده هصدقك، بس لو قتلت قول لي انا كده كده معاك ومش هقول لحد. بس يوم ما ردش عليه وقال له انا مش عايزك تتصرف كاننا قريبين من بعض. فبيقول له جين خلاص انا هروح ادور على كام يشمه. وبالمناسبه شين اول واحده قدرت تجمع ال1000 يشمه وخلصت المهمه. ففرح سيو بالخبر ده جدا. وبعدها كان قاعد مع التوأم يون وواحده منهم بتقول له انا تعاونت مع سيد الاسره، والتانيه بتقول وانا تعاونت مع سيد الشمس. فسيو عرف ان هم تعاونوا مع ابولو وارتمس وقال لهم بعدها انتوا خدتوا فعلا اللي تستاهلوه. فبينهم بيقولوا له خلاص اقبلنا كطلاب عندك. بس سيو بيقول لهم اسالوا الاسياد بتوعكم بدالي. وهم سالوه عن السيد اللي تعاون معاه فقال لهم ما تعاونتش مع حد، ما فيش حد منهم عرض علي عرض. فبتقول له واحده يعني تعاونوا مع كل الناس دي وانت لا. بس اختها سكتت وبتقول له هي ما كانتش عايزه تتعاون مع سيد، هو انت كمان زيها؟ فبيقول لها سيو انا مش ناوي اتعاون مع حد الفتره دي وكمان مش عاوز اكون المعلم بتاعكم. لكنها استغربت وبتقول لنفسها ايه السبب اللي مخليه مش عايز يتعاون مع سيد؟ اما سيو فبيليه بيقول لهم انه مش عاوز يكون المعلم بتاعهم. وفي الوقت ده في واحد اترمى جوه المكان وكان بيقول هي مش دي غرفه اولى؟ فبيقوم سيو بيقول له هو انت كويس يا معلم؟ فرد وقال له ايوه. وبعدها سيو بيقول له هو انت لسه عندك مشاكل في قتل وحوش؟ فرد الشخص ده وقال له لسه بخاف لما بواجههم، حاسس اني كلاون شويه معلم ومش قادر اخلص على وحش واحد. فبيقول له سيو ايه رايك اساعدك واعلمك؟ فالتوأم يقولوا له ان هم كمان هيساعدوه. ولكن سيو بيقول لهم روحوا انتوا اصطادوا ولو سمعتوا كلامي هفكر اخدكم معايا. وبيقول لنفسه هفكر بس مش اكتر. بس المعلم قال له هو انت متاكد من اللي قلته؟ حاسس اني هتقل عليك. ولكن سيو بيقول لنفسه مستحيل تكون تقيل عليا، انا ناوي اعمل اللي عمله جين في حياتي اللي فاتت. وبيقول للمعلم طبيعي نساعد بعض. ففرح المعلم وبنعرف ان اسمه ريتشارد ومعاه قوه ارضيه وكمان قدره يد الشفاء ودي بتشفي اصابات النزيف والشلل والتسمم وبتقلل المنع. وكل ما مستوى اترفع هيقل وقت التهدئه. بعدها بنشوف الامير قاعد بيتكلم وبيقول دي اول مره منطقتنا تخلص المهمه الاول. ولكنه سمع واحده بتقول على فكره القائد موجود هنا. فبيتعصب وبيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ فبترد وبتقول له سمعت الاخبار حلوه فجيت عشان ابارك لك، شكلك شايف شغلك كويس يا كونغا، بس المره الجايه منطقتنا هتقابل في المنطقه بتاعتك. وبنعرف ان دي يونغا من وكاله حمايه القدر. وبنلاقيها بتقول له ايه رايك نتراهن ونشوف مين هيفوز الاول في المستوى الصعب، تلاميذك ولا تلاميذي؟ فبيرد وبيقول لها ما عنديش مانع بس هنتراهن على ايه؟ فبتكمل وبتقول له ايه رايك فايز يطلب من الخسران حاجه ينفذها؟ فبيستغرب. ولكنها بتكمل وبتقول له مالك خايف ولا ايه؟ ولكنه بيتعصب وبيقول لها هو انت مجنونه ولا ايه؟ اخاف من ايه وانا متاكد ان تلاميذي هم اللي هيفوزوا. فبتقول له يونغا خلاص يبقى اتفقنا اشوفك بعدين بقى. وبعد ما تمشي بيقول الامير كونغ اللي معاه سمعتوا اللي قالته لازم نفوز باي شكل. وبعدها بنروح لسيو وبيليه بيدي رياش من المعلم والمعلم بيكون مبهور لانه خلص المهمه في يومين بس. اما سيفا كان مبسوط عشان المعلم قدر يرفع من مستواه وبنلاقيه بيعالجه، ولكن برضه ما كانش متحكم قوي في التقنيه وبيكون متضايق. فبيقول له سيو ما تقولش كده، لازم كل واحد يعمل دوره واللي حواليك لسه ما اكتشفوش دورك. يلا دلوقتي خلينا نجهز نفسنا للغرفه الخامسه. فبيرد المعلم وبيقول له هي رساله دي وصلتك؟ فبيرد سيو بيقول له بس مش هنخلص بسرعه زي ما عملنا المره دي. وبنشوف ان الرساله مكتوب فيها ما دام انتوا خلصتوا غرفه غابه السيوف هنفتح لكم غرفه 5 يا ريت تجهزوا نفسكم. بعدها سيو بيقول الفريق الاول دخل من 5 ايام وعشان كده احنا هنروح الصبح. فبيقول المعلم احنا كده هنقابل عتاوله المره الجايه. وعلى الصبحيه بيدخلوا غرفه 5 والمكان كان جميل جدا لدرجه ان المعلم قال انا مش مصدق ان ده يبقى عالم الشياطين، ما طبيعي اصلا يكون نضيف، ما اكيد ما عندهمش بلاستيك يعني، احنا بينا كلنا بنزبل الشارع ونقول على الزبال اللي بينظف ان شغلته هو اللي مهينه وبنتكسف منها جدا. معلش بس قلت افكركم عشان كده الشياطين غالبنا 1-0 في دي. المهم بعدها ظهر لهم اشعار بيقول انتوا دخلتوا لغرفه الخطايا الناطقه والغرفه دي ليها قوانين
قوانين. اولا الجائزه بتاعتها بتعتمد على الصعوبه، واستخدام المتجر ممنوع، ومش هتقدر تخرج من الغرفه دي غير لما تخلص المهمه. فبيقول سيو لنفسه الشرط التالت كان صعب جدا في حياتي اللي فاتت، وبعدها ظهر لهم اشعار انهم قبلوا الشروط واللي كانت مخفيه. فبيقول المعلم هو احنا ليه ما عرفناش الشروط؟ فبيرد سيو بيقول له باين كده اننا لازم نكتشفها بنفسنا. فبيقول له المعلم الغرفه دي مليانه اسرار، وعشان كده سموها غرفه الخطايا الناطقه. بس سيو بيقول له لا، هم ما يقصدوش كده، هم قصدهم انهم يقطعوا لسانك. وهو بيطلع لسانه. المهم بعدها بنلاقي سيو عامل خيمه ومولع نار. فبيقول له معلم انا قلقت لما عرفت اننا ما ينفعش نرجع، بس باين كده انك مجهز نفسك. فبيقول له سيو الحمد لله اني اشتريتهم قبل ما ادخل هنا، ورمى الحبه اللي بتبعد وحوش في النار، وقال للمعلم يستناه لانه هيتمشى شويه. وبعدها قال ما دام ظبطنا المكان اللي هنقعد فيه جه بقى وقت اكل. وبعدها بنروح لواحد بيصيح وبيقول الوحوش بتحرس الفاكهه وموجوده في كل مكان، بس لو ما قدرناش ناخد الاكل ده احنا ممكن نموت من الجوع، او ممكن نطلب المساعده من شين. ولكن في واحد رد وقال انا احسن اموت من الجوع ولا نطلب المساعده منها، لان ده اكس بتاع شين اللي سابته بعد ما سيو قال لها انهم مش متوافقين مع بعض. لو لسه فاكر يبقى انت دماغك متكلفه. المهم بنلاقيه بيقول لنفسه ازاي اطلب المساعده من واحده بعتني؟ الموضوع بسيط قوي، احنا لازم نخلص على الوحوش وناخد الفاكهه بس في واحد قال له هو احنا هنعمل كده بنفسنا؟ امال انت ليه اشتريت السلاح اللي معاك؟ فبيقول له اكسشين امال انا جبتكم ليه؟ عشان اعمل كل حاجه بنفسي؟ ده انا دافع لكم فلوس، اتحركوا. وفعلا بيخلصوا على الوحوش واكتشفوا انها ضعيفه جدا، وبداوا ياخدوا الفاكهه قبل ما يجي لهم حد. ولكن في الوقت ده بنلاقي الاكس بيقول لنفسه هي الوحوش دي رفيعه كده ليه؟ ده في فاكهه كتير قدامهم، ليه ما كلوهاش؟ فسمع صوت حاكم بيقول له لانك لو كلت من الفاكهه دي من غير اذن صاحبها لسانك هيتقطع. وبنلاقي وحوش كتير بدات تهجم عليه، والحاكم بيقول له اهرب قبل ما لسانك يتقطع. فبنلاقيه بيقول لفريقه يهربوا بسرعه، بس الوحوش كانت رايحه وراه وفريقه جري قدامه. فبنلاقيه بيقول لهم استنوني انا جايبكم عشان تحموني. ولكن وحش ماسكه، بس قبل ما يقطع له لسانه سيو انقذه وقال له باين كان ادرك هو ان اللي حواليك يساعدوك، انت محظوظ قوي، بس لازم تخلي بالك المره الجايه انا قريت في قدرك انك هتجري عشان تنجو بحياتك. بس الاكس افتكره اول لما شافه وقال له ايه اللي جابك؟ هو انا طلبت منك تساعدني؟ هو انت فاكرني هنسى اللي عملته بسبب المساعده دي؟ بس يقول له ما تقلقش انا ما كنتش هساعدك حتى لو اتحايلت عليا، بس سانغ انت لازم تهرب دلوقتي. ورجع هو يواجه الوحوش، ففريق سانغ رجعوا عشان يساعدوه، وبينهم بيقولوا اسفين اننا سيبناك وهربنا، بس سيو بقى في البركه انقذك. ولكنه اتعصب وقال انا عمري ما هنسى اللي عمله سيو فيا. وبعدها بيخلص على الوحوش وبيقول لنفسه انا هخلي البيضه تاكل من غير ما حد يشوف، وبياكل البيضه من الفاكهه وبياخد الوحوش عشان ياكلها هو المعلم. وكان بيقول له فاكر لما طلبت منك تساعدني؟ فبيقول له معلم بس انا في ايدي عشان اساعدك بيه. فبنلاقي سيو بدا ياكل ولكن طلع دم من بقه، فاتخض المعلم عليه. ولكن سيو بيكمل وبيقول له كل الوحوش اللي في العالم ده مسمومه، وعشان كده انت لازم تساعدني. ويديله اكسير لاسترجاع المنى وقال له وانا واثق انك هتقدر. فالمعلم فعل مهاره اليد الشافيه وقدر فعلا انه يعالجه. وبعدها فضل سيو ياكل والمعلم يعالج فيه لحد ما سيو شبع وقال انا حاسس اني اتعودت على السم وعشان كده انا هاكلها وهي نيه. فالمعلم اتصدم وفعل مهاره اليد الشافيه عشان يعالجه لحد ما سياخد مهاره مقاومه السم، وكان مبسوط جدا. فبيلاقي المعلم بيقول له هو احنا كده خلصنا؟ فبيقول له سيو ايوه وانت عملت شغل جامد قوي، بس قبل ما يكمل لقاه معلم التعب فدخله خيمه عشان ينام. وقال لنفسه احنا خدنا وقت اكتر من اللي كنت متخيله، ولكن انا خدت اللي انا عايزه، مع ان تصنيفها حشري وفي الرتبه الثالثه، وكويس ان عملت اكاسير بتزود المنى، لولاهم كان المعلم هيروح مني بسبب نقص المنى. وبعدها بدا يصحي وقال لنفسه كان نفسي اسيبه يرتاح شويه، بس للاسف الناس اللي حوالينا مش هيسمحوا ان ده يحصل. وبين لي واحد بيفتح الخيمه اللي هم فيها فبيهجم سيو عليه، وبيقوم المعلم مخضوض وبيسال اللي حصل. فبيقول له سيو انا كنت عارف ان هم هيجوا، باين كده ايدينا وقعنا في كمين، انا هطلع واجههم وانت ما تتحركش من مكانك، بس لو حصل لك اي حاجه اصرخ. ولما طلع لقى ناس غريبه فقال مين دول؟ هم من المنطقه الاولى ولا ايه؟ بس لهم بيقولوا له سيب لنا اكل وهنسيبك ونمشي، احنا مش جايين ناذيكم. فبيقول لهم سيو لو سرقتوا اكل مننا هنموت، مسمين ده ايه مش اذيه؟ وقال لنفسه في حياتي اللي فاتت المنطقه الاولى كانت مليانه فوضى. وبين ليه بيقول لهم ايه اللي هيحصل لو ما اديتكمش اكله؟ فهاجموا عليه وقالوا له يبقى هناخده منك عافيه، بس يتفادى الهجوم ونزل ضرب فيهم. وقال لنفسه في حاجه غريبه، مستواهم وقوتهم يسمح لهم انهم يلاقوا اكل بسهوله، ولكن هم سابوا السهله وجم عشان يواجهوني. وبيلاقي واحد منهم بيصح وبيقول الواد ده قوي جدا واحنا لازم نرجع نقول للكابتن. فبياخد سيبار من كلامهم وحصل انفجار في المكان. في الوقت ده المعلم ما عرفش يفضل مكانه وكان طالع يطمن على سيو، بس افتكر كلام سيو وقال لنفسه لو طلعت بره انا ممكن اشتته، لازم افضل هنا. بس لا سيو دخل الخيمه وبيقول له دول استخدموا قنبله دخان عشان المرض. بس المعلم اطمن عليه وبعدها قال له ايه اللي خلاهم يهجموا علينا؟ فبيقول له سيو كانوا عايزين ياخدوا اكل بتاعنا، باين كان في صراع بين المناطق وانا بقيت متاكد انهم هيهجموا تاني واحنا لازم ناخد بالنا. بس المعلم قال له الاحسن اني ما اروحش معاك للقتال، انا مش هفيدك في حاجه وهعطلك،
باين كان في عندها حق، انا ماليش لازمه. فبيستغرب سيهم اللي بيقوله وقال له فاكر اللي قلت لك قبل كده الناس لسه ما عرفوش قيمتك، لان الناس دلوقتي بيقدروا يتعالجوا لما بيرجعوا للتمثال ولما ياخدوا حبوب الطاقه، بس بعد ما التدريبات تخلص هتظهر قيمتك الحقيقيه، وبالذات لما الجرعات سعرها هيغلى والكل اللي يتريقوا عليك هيندموا في الوقت ده. ودلوقتي انا اللي هكون في القتال وانت هتكون مسؤول عن العلاج. بس عايز اقول لك حاجه، انت هتنقذ ناس كتير جدا في المستقبل. عايز تفوت الفرصه دي وتستسلم دلوقتي؟ فبيرد المعلم وبيقول له لا انا مش هستسلم، وعشان كده انت لازم تساعدني. فبيقول له سيو وانا كمان محتاجك تساعدني. فبيستغرب المعلم. وبعد 3 ايام بنلاقي طاقم يوان رجعوا لشين. فبتقول لهم شين ايه لقيتوا حاجه؟ ولكن واحده منهم بتقول لا تقريبا كده لازم ندخل لعمق اكبر، والتانيه بتقول مفيش حد عنده قدره قادره انها تساعدنا. ولكن التانيه بتكمل وبتقول كلهم بيحاولوا يساعدونا بكل اللي يقدروا يعملوه، بس لو كان معانا دلوقتي كان الوضع اتغير قوي. هو ممكن يكون وصل للعمق قبلنا. فبتقول لهم شين يبقى احنا لازم نعمل كل اللي نقدر عليه عشان نقابله مره تانيه. فبيلين بيقول لها هو قالك امتى هيرجع؟ فبترد وبتقول مش عارفه، بس هو ممكن يرجع النهارده. ولكن في الوقت ده بنلاقي جين دخل وقال لهم هو انتوا شفتوا سيو؟ ولكن واحده من الطاقم بتقول له ايه اللي جابك هنا بعد ما حطت لنا فخاخ. وشين كمان بتقول له مش انت بتفضل انك تكون لوحدك؟ عايز ايه بالظبط؟ فبنلاقيه بيقول لها انا بدور على سيو، كنت فاكر اني هلاقيه هنا. فبترد وبتقول له احنا ما نعرفش هو فين. فبيقول لها جين هو انا لو خلصت على كام واحد ممكن يظهر؟ فبتتعصب واحده من الطاقم وبتقول له هو انت قصدك علينا؟ فبيرد وبيرد وبيقول طبعا ما اقصدكمش، انتوا مهمين، ولكن انا قصدي على اللي مالهمش قيمه. فاستغربت شين وبتقول له هو انت شايف البشر لعبه؟ ولكنه ده فاكهه. واول لما مسكتها ظهر لها شعار انها كملت مهمه غرفه الخطايا الناطقه. فبينها بتقول له انا معاك كتير منها. فبيكمل وبيقول لها هو انت عارف الفاكهه دي؟ ده انت جامده بقى، وانا عايز اكون معاكي في الفريق. ولكن واحده من التوأم ضربته بالسهم وبتقول له وانا مستحيل اكون في فريق واحد معاك. فبنلاقيه بيقول لها نزل سلاحك والا خليكي تنزليه بالقوه. بس اتعصبت وبتقول له احسن لك توقف اللي بتعمله، لا استعمل انا معاك القوه. ولكنه طلع سيفه وقال قلت لك هيبقى ممتع اكتر من قتال الطفلين دول. وبكده خلص حلقه النهارده. بس يا ترى ايه اللي يحصل في القتال ده؟ وهل سيو هيجي وينقذ شين من ايده، ولا هي هيكون عندها القدره انها تقف قدامه؟ كل ده اكتر هنعرفه في الجزء الجاي، وده لو انتم متحمسين بس. واعذروني ده مش هيحصل غير لو الفيديو ده وصل 2000 لايك. يلا يا جدعان احنا لسه كاسرين 150,000 مشترك قريب. واعرف ان انتم متحمسين وقولوا في الكومنتات ايه الساحر سو، ايش معنى سو من سيو، عشان دي كلمه السر. فيلا يا جدعان بس عامه اشوفكم الفيديو الجاي. وصح نحب نشكر داعمين القناه ودول الاساطير اللي كانوا معانا في الفيديو اللي فات. وهتصوا على النبي وتقدروا اخوكم المستضعفين وتشوف الفيديو ده لاني متاكد انه هيعجبك. وصح القناه الجديده اوعى تنسوا تشتركوا فيها عشان قريب هننزل نيلي هناك، وقريب دي يعني كمان كام يوم. فيلا بعرفوني هلاقي كام مشترك على قبل اول فيديو. وبس اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.